كورس كده جميل. هنعمل مع بعض برنامج زمني من الأول للآخر. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كده. بس قبل ما نبدأ بقى، إيه السكوب بتاع الكورس ده؟ مثلا هنعمل برنامج زمني from A to Z. البرنامج الزمني ده هنشرح من أول ما نستلم الدوكيمنت، وبعدين نقراها، وبعدين نطلع منها البيانات الرئيسية اللي احنا محتاجينها. بعد كده نعمل البرنامج الزمني، نعمل الدبليو بي اس والبرنامج الزمني، نعمل الأنشطة ونحط العلاقات بتاعتها، وبعد كده نعمل الكراشنج وفاست تراكنج وفي كوست لودنج وريسورس لودنج. اي حد ممكن يشارك في الكورس زي ما انتم عارفين. ده في البدايه. الكورس ده ياخد وقت قد ايه؟ الا ان يأذن الله. مبدئيا يعني لسه بنعرف ايه الريكويرمنت عشان تخش الكورس ده. اتوقع كلكم عارفين اساسيات اداره المشروعات، كلكم عارفين اساسيات البرومافيرا، عارفين الاكسل توتوريال، معظمكم بيشتغل اكسل كويس. الكورس ده بكام؟ لله وللوطن. طيب، ايه هي البلاننج ستيبس اللي هنشتغل معاها؟ اول حاجه هنبدا نشوف هنجيب دوكيمنت المشروع ونقراها. بعد ما نقراها ونفهمها نبدا نلخصها. بعد كده نبدا نكون الدبليو بي اس بتاعنا، ونبدا نتناقش مع مدير المشروع، التيم الموجود نعمله. بعد كده هنبدا نعرف الاكتيفيتيز ونعمل الاكتيفيتي ليست والمايلستون ليست. بعد ما نعمل الحاجات دي كلها هندخلها على البي 6. وبعدين هنعرف الكالندر اللي عندي، هل انا بشتغل 6 ايام، هل بشتغل 5 ايام. طب وارد ان الاستشاري بيشتغل 5 ايام، الملك بيشتغل 5 ايام. وارد ان انا بشتغل 7 ايام في بعض الانشطه. في سب كونتراكتور عندي بيشتغل مثلا يومين في الاسبوع. هنبدا نعرف الحاجات دي مع بعض. بعد كده نبدا نعمل العلاقات. والعلاقات هنعملها منطقيه. وطبعا العلاقات لها انواع، في اكسترنال اندبندنسز وفي انترنال اكسبندنسز، وهنتعرض للحاجات دي ان شاء الله في موضوعها يعني، بس عشان نكسب وقت. بعد كده هنبدا نشوف ازاي بنعمل كوست ريسورس لودنج. وطبعا ده بطريقه ادفانسد جدا. ان شاء الله بنشتغل على كيس ستادي تقريبا 200 مليون درهم، يعني تقارب المليار مصري. بعد كده نشوف بنعمل ازاي الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن، ايه الطرق المختلفه اللي انا اعمل بيها استيميت اكتيفيتي ديوريشن، وازاي اقدر اتحكم في مده المشروع، وابدا احدد ايه الانشطه اللي انا ادي لها بفر في الديوريشن، ايه الانشطه اللي انا ينفع اللي انا اضغطها. بعد كده نبدا نشوف الكراشنج وفاست راكنج، ودي في حالات محدده زي مثلا مده المشروع مثلا وليكن 300 يوم، وانا عندي مثلا دلوقتي بعد ما عملت برنامج الزمن بناء على الخطوات اللي انا قلتها قبل كده طلعت معايا 330 يوم. فانا محتاج اضغط 30 يوم. هل اضغط ازاي؟ كراشنج ولا اشتغل فاست تراكنج؟ كراشنج اللي انا اقلل الانشطه. طب فاست تراكنج اللي انا ابدا اغير العلاقات، بعمل تسارع. يعني علاقه فينش تو ستارت، ممكن ستارت تو ستارت ويز لاج مثلا، على سبيل المثال. بعد كده نشوف الريسورس بيلينج سموثينج بنعملها ازاي. عندي في شهر معين الريسورسز مثلا 100 كاربنتر، والشهر الثاني 50، وبعد كده 80. مش منطقي. يعني انا ممكن اعملهم 80 90 80، فنحاول نخلي الشكل الى ما يشبه البيل شيب ان شاء الله. بعد كده هنبدأ نشوف بقى نعمل تشيك على السكادول. احنا خلصنا البرنامج الزمني، نبدأ نعمل عليه تشيك، نشوف الاوبن اندز اللي عندنا، ايه الانشطه اللي مالهاش بريدسيسور، ايه الانشطه اللي مالهاش سكسيسور، ازاي نتعامل معاها. نبدأ نشوف الكريتيكال باس، طب نسبة الانشطه الكريتيكال لنسبة الانشطه الكلية قد ايه. نبدأ نشوف الفلوت، هل عندنا الفلوت عالي ولا الفلوت منطقي. وحاجات كتير هنبدأ نتعرض لها ان شاء الله في ميعادها. بعد كده هنجهز بقى البيز لاين دوكيومنتس للسبمشن. ايه اللي بجهزه للسبمشن هنتعرض لها، زي مثلا البيز لاين نفسه الاكس سي ار فايل، وهطبعه بي دي اف فايل، وهعمل الكريتيكال باس هطبعه، وهجهز المان باور هيستوجرام، وهجهز الكاش فلو، وبكتب ناريتيف ده بيبقى شرح للبرنامج الزمني. في البدايه بقول المشروع ده عباره عن ايه، وبعد كده ببدا اشرح البرنامج الزمني، الكونسبت اللي انا خدته عشان انفذ المشروع. بعد ما بقدم اول سبمشن زي ما انتم عارفين الكمال لله وحده، ببدا يجي لي رفض على البرنامج الزمني، او يجي لي ريفايز اند ري سبميت. فببدا استلم الكومنتات بتاعت الكلاينت او الكونسلتنت على حسب الطرف الموجود. طبعا في بعض الاماكن بيكون موجود كلاينت ريبريزنتيف بس، زي مثلا هيئات حكوميه جايبه هيئه لتنفيذ مجموعه من المشاريع، فبالتالي يعتبر ما فيش استشاري. يبقى الكلاينت هو العنصر الرئيسي اللي بتعامل معاه. زي مثلا في ابو ظبي في حاجه اسمها كيزاد، هيئه المواني. في مدن ديت هيئه خاصه بالانشاءات، اللي هي الفيلا الاسكان اللي هو عامله الشيخ زايد للمواطنين، كل مواطن من حقه فيلا. وبعدين
الكونسلتنت ساعات بيحط الكومنت بتاعته، وببدا اخد الكومنت دي وبتعامل معاها، بحلها على البرنامج الزمني، اشوف اللي ينفع يتحل واللي ما ينفعش يتحل. بعمل حاجه اسمها كومبلاينس شيت، اللي انا بكتب الكومنت كده في كولوم، بفتح شيت اكسل بكتب الكومنت في كولوم وبعمل الريبلاي بتاعتي. لو انا حليتها بقول له نوتد وحليتها، لو انا ما حليتهاش بقول له ما حليتهاش وعشان ايه يعني. وببدا احط له برده كولوم للاتاش، لو في اتاش بقول له مثلا سي اتاش رقم كذا كذا، يعني لو في سبورت دوكيمنت للكلام اللي انا بقوله. وبعد كده بعمل ريسبميت للبيز لاين دوكيمنت. طبعا خطوه 12 و13 دول ممكن يتكرروا، عامله زي الايه، سيريال تندر كده، بتفضل تتكرر كتير يعني. اول مره رفعت تترفع، تاني مره ترفع تترفع، يعني الى ان ياذن الله يعني. المهم نخش مع بعض كده في اول ليسون معانا الاندرستاند بروجكت دوكيمنت. طبعا احنا عارفين البروجكت دوكيمنت مبدئيا احنا هنشتغل على 3 مراحل. هنشوف ايه الانفورميشن اللي ممكن نطلعها من البروجكت دوكيمنت، بعد كده هنكتب بريف عن المشروع، بعد كده هنشوف ايه الكونسيدريشن اللي احنا ممكن ناخدها واحنا بنعمل البيس لاين بروجرام. طيب لو دخلنا على اول حاجه اللي هي الاكسبكتد انفورميشن، بس قبلها عايز اخش يعني في حاجه بسيطه خالص كده. ايه هو المشروع؟ المشروع طبقا لتعريف البي ام اي هو temporary endeavor undertaken to create a unique product service or result. يعني هو مسعى مؤقت انا من خلاله بقدر اطلع منتج فريد او اقدم خدمه للناس او اطلع بنتيجه. طب المنتج الفريد زي ايه؟ برج زي برج خليفه، كان اطول مبنى في العالم وما تنفذش قبل كده مبنى زي ده، فده المنتج الفريد، ده كان البرودكت اللي طلع، فده يعتبر بروجكت. السيرفيس مثلا خدمه امازون، دي خدمه اتقدمت عشان تبيع سيلز للناس، في خدمه امازون دي تعتبر سيرفيس بالنسبه لي وقدمت خدمه للناس، فاذا ده كان مشروع. الريزلت مثلا هم عايزين يقيسوا مثلا بعد كوكب معين عن الشمس، فديت ريزلت، نتيجه. بعد الارض مثلا عن كوكب معين، دي ريزلت، يقول لك كام سنه ضوئيه بعد الارض عن كوكب المشتري او عن الشمس، فدي الريزلت. برضه في عجاله ممكن نخش ايه هي اهداف المشروع. طبعا اهداف المشروع 4 حاجات رئيسيه، هي التايم والكوست والسكوب والكواليتي. وده الشكل اللي على اليسار ده اللي على اليمين ده بيوضح الاضلاع الثلاثه. السكوب لازم انا انفذ السكوب وانفذه في مده محدده وبتكلفه محدده، وده كله ما يخرجش عن الكواليتي اللي انا ايه محددها. طيب ايه هي البروجكت دوكيمنت بقى اللي احنا هتكون موجوده معانا؟ لو انت متعاقد على مشروع ففي الغالب بيكون معاك اغلب الدوكيمنت الموجوده دي. طيب ايه هي الدوكيمنت؟ اول حاجه كونتراكت اجريمنت. الكونتراكت اجريمنت دي ببساطه اللي هو بيبقى منصوص فيها، بتبقى صفحه او صفحتين منصوص فيها ان اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني على تنفيذ مبنى، وليكن زي المبنى اللي عندنا مبنى اداري تابع لشركه العبد لله، مكون من مبنى رئيسي ومبنى كذا كذا كذا، ملخص خالص كده بتكلفه كذا في مده تنفيذ وليكن 400 يوم 300 يوم سنه. طبعا 300 يوم ده بيكون كالندر دايز، يعني ملوش دعوه بالاجازات دلوقتي. طيب تاني حاجه الليتر اوف اكسبتنس. طبعا الليتر اوف اكسبتنس دي بتبقى خطوه قبل الكونتراكت اجريمنت. دي بتيجي ازاي؟ انا بكون مقدم التندر بتاعتي، وبعدين الناس بيبداوا يخشوا معايا في سيريس نيجوشيشن، وبخش شورت ليست ان انا من الناس اللي ممكن تاخد التندر. فبيبدأ هو لما يستقر على السعر بتاعي والمدة اللي أنا مقدمها، وشاف البري كواليفيكيشن بتاعتي اللي هي إمكانيات الشركة وسابقة الأعمال بتاعتها، وخلاص هو بقى مستقر إن الشركة دي هي أفضل من يمثل المشروع أو أفضل من ينفذ المشروع. بيبدأ يبعت لك حاجة اسمها ليتر اوف اكسبتنس، يعني احنا موافقين، اللي هي ال او اي، دي مشهورة جدا. ليتر اوف تندر ديت برضه بتكون من الدوكيومنتس اللي موجودة معاك. هو لما بيجي يبعت لك التندر أول مرة بيبعت لك فيها بعض الدوكيومنت، فاذا انت عندك دلوقتي الدوكيمنت بتاعت التندر نفسها، وبعد ما بيتم التعاقد بيكون في دوكيمنت اديشنال او ممكن تكون نفس الدوكيمنت بتاع التندر. يعني انا النهارده ممكن اكون بعت لي التندر مثلا ليتر اوف تندر كامل، بعت لي الكونديشنز وبعت لي الدروينجز وبعت لي كل حاجه. في بعض الاحيان ممكن يبعت لك الدروينجز بس لسه ما عملوش كونديشنز او لسه ما عملوش سبيكس، او البي او كيو مش خلصانه، ممكن تكون انت اللي بتعمل البي او كيو. فانت بتشوف على حسب الكيس بتاعت المشروع، هل المشروع مثلا ديزاين بيلت، ولا انت هتنفذ بس بيلت بس، ولا بيت بيلت، ولا هتعمل ايه. فانت النهارده بتيجي تشوف ان الدوكيمنت ديت ممكن يكون معاك جزء منها، ممكن يكون معاك بعضها، ممكن تكون كلها موجوده معاك من البدايه او في فتره. المهم انت مش هتبدا لما يكون معاك معظم الحاجات دي كلها. طبعا ده لو انت بيت بيلت، لكن لو انت ديزاين بيت بيلت فانت لسه هتعمل الرسومات. بيبقى انت عندك بس انيشال ديزاين، تصميم مبدئي، لكن بعد كده بتبدا تعمل بقى انت التصميم اللي هو الديتيلز، وبعد كده بتعمل انت البيل اوف كوانتيتي انت لنفسك اللي بتعملها. بس المشروع بيبقى ليه كوست جنرال كده، وبتبدا تعمل بناء عليه البي او كيو. طيب بعد كده البارتيكولار كونديشنز والجنرال كونديشنز. طبعا الكونديشنز بتاعت اي عقد في انواع كتيره للكونديشنز، في كونديشنز خاصه بكل شركه كبيره، لكن في فورمات مشهوره جدا اللي هي الفيديك. الفيديك ديت منظمه ظهرت في الخمسينات،
بدات تعمل كده شروط لعقود المقاولات، واتطورت مع الوقت لغايه ما ظهر فيديك 99، وده كان يعتبر الابديت الاول للفيديك. وبعد كده عملوا فيديك لحظه نشوف في حد شاركنا نضيفه. نجمه، تحب تمسي على نجمه يا ابو ربيع؟ نجم وصل، قول قول زي ما انت عايز. يا المكسرات. اقفل المايك يا نجم. ايه يا عسل صافي. خلاص يا ربيع خلينا. المهم نكمل كلامنا. كنا بنتكلم يا نجم عن البروجكت دوكيمنت، سمعنا يا نجم؟ معك حبيبي. طب اقفل المايك، انا معك اقفل المايك، اقفل. عايش يلا في الحمام. تمام. انت قاعد في الحمام صح؟ لابس. المهم معلش يا جماعه على القطع، بس يعني الناس وحشين بعض فبيسلموا على بعض. فلسطين الحبيبه نابلس. المهم بقى الجنرال، احنا بنتكلم عن البروجكت دوكيمنت يا نجم دلوقتي. اتكلمنا عن الكونتراكت اجريمنت اللي هي وثيقه التعاقد نفسها. اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني على مده المشروع وتكلفه المشروع. الليتر اوف تندر ديت في البدايه لما هو بيجيب لي التندر بيبقى فيه دوكيمنت مرفقه ليا اللي انا بشتغل عليها. قد تكون رسومات بس، قد تكون رسومات وكونديشنز، يعني قد تكون بعضهم او كلهم على حسب الستيتس بتاعت المشروع. بارتيكولار كونديشن وجنرال كونديشن. كنا بنتكلم في الجنرال كونديشن ان انا عندي بعض الكونديشنز خاصه بالشركات الكبيره، وفي شركات بتبقى او الهيئات الحكوميه بتبقى عامله لها كونديشنز خاصه، لكن في جنرال فورمات عاملاها اللي هي هيئه الفيديك. هيئه الفيديك. وقلنا ان الفيديك ده اتطور مع الزمن لغايه ما ظهر الاصدار الاول للطبعه الجديده سنه 99، والاصدار الثاني طلع سنه 2017. وده كان يعني يعتبر مختلف كليا. طبعا اشهر نسخه شغالين عليها دلوقتي اللي هي فيديك 99، دي 20 كلوز، يعني 20 كونديشن رئيسيه. في بارتيكولار كونديشنز بيجي بعض الكلاينتس يستثني بعض الكونديشنز، بعض البنود من العقد مش عاجباه يبدا يعمل لها ريبليس بكونديشنز ثانيه، يبدا يضيف كونديشنز فبنسميها البارتيكولار كونديشنز. وطبعا دايما زي ما احنا عارفين دايما الخاص اعم من العام، يعني الخاص دايما ليه الاولويه. يعني لو في كونديشنز بتقول لك ان الغرامه عليك 100,000 وهي مكتوبه في الجنرال كونديشنز 10,000، يبقى ال 100,000 هي اللي هتطبق عليك. الدرونز دي بقى الرسومات الخاصه بالمشروع بقى، معماريه، انشائيه، ميكانيكيه، كهربائيه، ايا يكن، يعني اي رسومات خاصه على حسب طبيعه المبنى. يعني لاي حد في قد تكون في رسومات ميديكال، يعني على حسب لو انت بتنفذ مستشفى او حاجه. السبيسيفيكيشنز في سبيشال وجنرال. في جنرال سبيسيفيكيشن انت لازم تنفذ الخرسانات مثلا باسمنت بورتلاندي جريد بتاعه مثلا 350، لكن يجي يقول لك والله لا، السبيشال سبيسيفيكيشنز يقول لك والله لو انت بتنفذ لي الخرسانه ديت قريبه من البحر فانت لازم تنفذها لي باسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات على سبيل المثال. البيل اوف كوانتيتي دي قوائم الكميات، بتقول لك كل بند من البنود اللي انت هتنفذها ايه الكميه بتاعته، بنحط فيها سعر الريت اللي هو بتاع سعر الوحده الواحده، سعر المتر او سعر المتر مربع، المتر مسطح، سعر اليونت على حسب اليونت الوحده اللي عندي ايه. وبعد كده بتحط الايه الاماونت بتساوي الكوانتيتي في الريت. طيب هنشوف مع بعض. طب البريوريتي بقى، يعني البريوريتي للدوكيمنت اللي فاتت دي حد عارف تبقى هي ايه البريوريتي؟ يعني احنا لو رجعنا باك كده شويه، ايه الاولويه لو انا مثلا حصل عندي تعارض ما بين الرسومات مثلا والبيل اوف كوانتيتي؟ يعني ممكن ناخد مناقشه صغيره كده. يعني نبدا بمين؟ نبدا بمحمود. ابدا كده يا محمود. محمود. الو. بيتزا ايوه. بيتزا ايه يا ابو جمال؟ محمود بس يا جماعه، كل وقت بس. دلوقتي يا محمود لو في تعارض ما بين الرسومات وما بين مثلا البيل اوف كوانتيتي، يعني انت مثلا عندك في البيل اوف كوانتيتي مثلا تنفيذ وول كلادنج للحيطان ومش موجود على الرسومات. ايوه. طب ما نجيبش نمشي على حسب الترتيب اللي جاي في العقد. اه لانها وحشه قوي. انا مش عايز اقول عليها يا عم وحشه قوي. مره شاورما مفيده الاثنين. طب في سوبريم في تشيكن سوبريم. يا نجم انت قاعد مع حد مغربي يا نجم، اقفل. سوبريم وسوبر سوبريم بس ما اختلفناش. ايه؟ سوبر سوبريم وتشيكن سوبر سوبريم. ده بطل اوردر يا جماعه. اقفل المايكات يا ولد. نرجع تاني. المهم زي ما محمود ما قال، اقفل المايك يا عم محمود، ما حدش مدخل حد ما دام كلكم سامعيني. اوكي.
ترتيب الدوكيمنت ديت بيبقى منصوص عليه في العقد، الاولويه لايه او البريوريتي لايه. طبعا بعد كده لما انت بتعمل البرنامج الزمني ده بيخش كوثيقه من وثائق التعاقد. اي دوكيمنت بتبدا تقدمها اوفيشال بعد كده بتبدا تخش فيها وثيقه بتثبت عليك كوثيقه من دوكيمنت المشروع او البروجكت دوكيمنت. يعني انت لو قدمت مثلا ميثود ستيتمنت فدي تعتبر بقت وثيقه، ما لم تثبت بعد كده ان الميثود ستيتمنت دي غير صالحه للعمل بيها فانا هشتغل بطريقه ثانيه. فانت اي دوكيمنت بتقدمها لازم تبقى حريص وانت بتقدمها، لان الدوكيمنت دي في يوم من الايام هتبقى مستند عليك او مستند ليك على حسب انت قدمتها صح او غلط. مهمه النقطه ديت جدا جدا جدا، الدقه والحرص في تقديم المستندات، خصوصا لو انت بتتعامل مع جهات حكوميه او مع كلاينت شرس او مع ناس فاهمين حقوقهم وواجباتهم ايه. طيب ايه الاكسبكتد انفورميشن اللي احنا منتظرينها من العقد؟ طبعا اول حاجه الكونتراكت تايب، يعني نوع العقد. طبعا احنا عارفين الكونديشنز اوف كونتراكت، ايه الكونديشنز اللي عندها؟ هل هي كونديشنز خاصه ولا هي فيديك ولا ايه بالظبط؟ كونتراكت ديوريشن، مده المشروع قد ايه؟ يعني عايز اعرفها، انا راجل النهارده لسه بخطط المشروع، دي اساسيات كده، دي الخطوط العريضه اللي انا هبني عليها الفكر بتاعي. عرفت نوع المشروع كونتراكت تايب، عرفت الكونديشنز بتاعت المشروع ايه، عرفت مده المشروع قد ايه، بدايه ونهايه المشروع. دي مهمه جدا، ان ما اجيش النهارده ان مده المشروع يا سيدي سنتين. طب اليوم المخصص للبدايه هيكون ايه؟ هل هو 5 يناير 9/5 20/6؟ تاريخ النهايه نفس القصه. طبعا تاريخ النهايه هيبقى معروف، تاريخ البدايه زائد ايه؟ زائد المده. بس احيانا بينص على تاريخ النهايه، قد يحصل كونفليكت ما بين يقول لك ان المشروع مدته سنه او 365 يوم. طب امشي بالسنه ولا امشي ب 365 يوم؟ فممكن السنه ديت جايه بايلك زي السنه اللي احنا فيها سنه كبيسه 366 يوم، يبقى تاريخ نهايه المشروع، هل تاريخ نهايه المشروع يبقى 20/8 ولا 21/8؟ دي نقط مهمه. انا مثلا عندي في كيس كانت حاصله معايا ان يوم 20/8 كان نهايه مشروع. طب 20/8 يوم جمعه، يوم 21/8 اللي هو المفروض ينتهي المشروع فيه كان اجى سبت، جيت 20 السبت ده كان راس السنه الهجريه فهي اجازه، يوم 20/8 جيت جمعه، فاذا اضطريت نهايه المشروع تكون 19/8، لان انا هعمل هاند اوفر للكلاينت والكلاينت بيشتغل 5 ايام. طيب يبقى دي نقطة برضو من النقط اللي ممكن تحصل لكم. يعني مش معنى ان المشروع جاي رقم صحيح اذا اللي انت ممكن تخلص في نفس المدة، ممكن تزيد تقل يومين ما تزيدش ابدا، ما فيش حد بيدي لك ايه زيادة. طيب قيمة العقد نفسها الكونتراكت فاليو ديت معلومة لازم تبقى معايا، لان في الاخر انا لما ببني برنامج زمني واعمل عليه كوست لودنج اكيد هبص فوق ان الكوست بتاعي مقفل والكوست مظبوط ومعمول له ديستريبيوشن بشكل صح على الانشطة الموجودة معايا. بعد كده لازم يكون مهم عندي اعرف البروجكت بورتس، اعرف اتعامل مع مين الاستشاري اللي اتعامل معاه، وابدا اشوف الباك جراوند بتاعته، الناس ديت عندهم تيم مانجمنت قوي، طب اسلوبهم ازاي، طب ايه الريكويرمنت بتاعتهم، الكلاينت نفس القصه. دي مهمه. يعني حتى في التيم بتاعك نفسه تبدا تعرف مدير المشروع اللي انت هتتعامل معاه شخصيته عامله ازاي، طبيعته. البيرسونال سكيلز في الحاجات دي بتبقى مهم جدا، ان انت تخلص التاسك بتاعك او انك تخلص الشغل بتاعك بسرعه وبدقه، لان انت لو فهمت الناس اللي معاك اكيد هتعمل لهم الشغل في اطار الفهم او في اطار اللي هم الحاجات اللي هم عايزينها، وفي نفس الوقت تخدم اهدافك يعني. طيب البروجكت لوكيشن مهم تعرف المشروع فين، لان برضو موقع المشروع اكيد بيبقى ليه امباكت. يعني مثلا مشروع لما اعمله داخل مينا غير لما اعمل مشروع في وسط المدينه. يعني ممكن اعمل مشروع في وسط المدينه ما اعرفش اصب بالليل، كل ما اجي اصب بالليل يجي الاهالي يطلبوا لي الشرطه، خلاص مش هقدر اصب. بصب مثلا في مينا فوارد ان المينا ديت بيحصل فيه، او بعمل مشروع قريب من البحر فوارد ان الرياح ديت الويزر نفسه الويزر كونديشن هياثر عليها طول المشروع. ممكن انا كل ما تيجي الرياح شديده وانا بركب مثلا ستيل على ارتفاعات عاليه زي 20 متر و30 متر ما اقدرش اركب، فبالتالي اوقف الشغل. فالبروجكت لوكيشن ديت حاجه مش هينه يعني، وياما ياما ياما بهدلت مشاريع. مثلا في مشروع قريب من البحر وانت عندك مثلا المنطقه ديت نشطه بالاعاصير، فعلى طول دايما بيحصل تسونامي، فهتضطر تعمل ايه؟ المشروع هيقف. طيب الديسكريبشن بتاع المشروع، لازم تشوف الديسكريبشن بتاع المشروع عندك. المشروع ده عباره عن السكوب اوف ورك نفسه، يعني عباره عن ايه السكوب، كم مبنى، مساحات قد ايه. مهم جدا تعرف المعلومات ديت نفسها. هل المشروع ده فيه بيزمنت مش فيه بيزمنت، الروف هل المساحه كلها مش مساحه، يعني مهم ان انت تبدا تعرف ايه ديسكريبشن عن المشروع، جنرال ديسكريبشن. طبعا في السكوب اوف ورك نفسه ديتيلد. طبعا ايه الفرق بين الديسكريبشن والسكوب اوف ورك؟ حد يعرف؟ ها اللي يعرف يفتح المايك ويتكلم، قول يا أسامة. ألو يا أسامة. أسامة ما عندوش صوت. نجم نجم، طارق سامعني؟ إيه الفرق بين الديسكريبشن والسكوب اوف سامعني؟ وورك؟ سامعك. حول. والله شوف، الديسكربشن المفروض او
واضحة، اللي هو خلينا نحكي اللي بيطلق ايش طبيعة المشروع تبعك، يعني سي بلس 11 بلس 12. بقول هل لك ايه، كان المايك شروط؟ بتاعك مش واضح قوي، المايك بتاعك مش واضح قوي، يعني وضحه شويه. تمام هلا سامعني؟ سامعك سامعك. تمام، بحكي لك الديسكريبشن اوف بروجكت عندي اللي هو عبارة عن وصف المشروع. هل هو المشروع عندك اللوكيشن بتاع المشروع كمان، هل هو عندك جي بلس 1 جي بلس 11 ريزيدنشال فيلا انفستمنت كوميرشال. تمام، حتى اذا كان نعم. مثلا مشروع استثماري، اذا كان مشروع ريزيدنشال، بيعتمد كله على حسب المشروع وحسب الاستخدام اليوتيليتيز اللي موجوده فيه. السكوب اوف وورك هو عباره عن كل الورك اللي مطلوب من انك تنفذه من A to Z، سواء كان الاكسكافيشن، الباك فيلينج، الكونكريت وورك، لحد ما يصل للفينشنج والتستنج والهاندنج اوفر. تتضمن كمان اللي هي البيريود ليابيليتي او الديفكت ليابيليتي بيريود، كمان حتى المينتنس. تمام، نقفل بقى، سيبني انا اعبر. الفرق بين الديسكريبشن اوف ذا بروجكت والفرق بين السكوب اوف وورك دي كان منصوص عليها في البي ام بي بطريقه ثانيه، بيسموها البروجكت سكوب والبرودكت سكوب. البرودكت سكوب اللي بنسميه ديسكريبشن اوف وورك اللي هو تنفيذ مبنى اداري مثلا تابع لشركه العبد لله. يتكون من مبنى رئيسي ومبنى ثانوي او مبنى خدمات ومسجد وباركينج ولاندسكيب. ده بيبقى الديسكريبشن اوف ذا بروجكت وبنسميه البرودكت سكوب. السكوب اوف وورك اللي هو الاعمال تشمل تنفيذ جميع اعمال الحفر واعمال الشورنج والى اخره، وتنفيذ كذا 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 طبقا لكذا طبقا للمواصفات. ده بيكون السكوب اوف وورك اللي هو انت ايه السكوب بتاعك اللي انت هتنفذه. انت بتبدا من الارض من الحفر لغايه ما تشطب نهائي ترن كي وتسلم الايه المبنى. يبقى ده اتمنى تكون وضحت يعني. هنا بقى حته حلوه قوي، يعني ايه هو الكونتراكت؟ طيب طبعا احنا عارفين ان اي كونتراكت في العالم بيكون قايم على اثنين كونسيبت، يا اما كوست بيزد يا اما برايس بيزد. لو العقد كوست بيزد ده بنسميه كوست بلس. كوست بلس ان انا ببساطه بشتغل النهارده الشغل بتاعي واللي اخلصه اخد عليه نسبه تكون 10% 15%. طيب التارجت كوست ده بتبقى التارجت كوست دي قيمه مستهدفه احنا مش عايزين نتخطاها او كلام من ده، بتبقى تارجت كوست ما نتخطاش القيمه دي. واعتقد في كتب شرح الموضوع ده باستفاضه، يعني احنا بنعدي عليها بسرعه. لو هي برايس بيزد عندك اليونت برايس، هو عاطلك سعر اليونت بس، وانت بناء على الكميه اللي بتنفذها بتاخد ايه عليها من سعر اليونت. اللمب سم وده الاشهر وده التايب بتاعنا. وهنشوف دلوقتي في الدوكيمنت اللمب سم ده ان دي تكلفه المشروع 20 مليون، بقى تزيد عليك الكميات تقل الكميات، هي التكلفه 20 مليون مش هتزيد او مش هتقل. ومهم جدا ان احنا نعرف ايه نوع العقد اللي احنا بنتعامل معاه، لان ده هيفرق بعد كده. هل احنا نستحق فلوس ولا ما نستحقش فلوس؟ هل لما ننفذ كميات زياده ناخد عليها فلوس زي مثلا الكوست بلس او اليونت برايس ولا لا؟ لو لمب سم عمري ما هاخد. فاذا النقط ديت نقط مهمه اتمنى تكون واضحه. طيب العقد عندنا كان لمب سم كونتراكت يعني، ودي غالبا بتكون المعلومه دي بنلاقيها موجوده في الكونتراكت اجريمنت مبدئيا. يعني لو انت عايز تدور على نوع العقد بيكون موجود في الكونتراكت اجريمنت نوعه ايه. طيب الحاجه الثانيه اللي عندنا الكونديشنز اوف كونتراكت. فالكونديشن اوف كونتراكت زي ما قلنا اللي هي سبيشال كونديشنز ولا فيديك، وفي حاجه اسمها ان اي سي دي موجوده في انجلترا، وفي حاجه اسمها تريبل بي اللي هي بارتنر شيب، وفي بي او تي اللي هو بيلد اوبريت ترانسفير، وفي بي او او تي اللي هي بيلد اوبريت معرفش ترانسفير. بي دبل او تي ممكن نبقى نبحث عليها بعد ما نخلص. المهم هنشوف برضو المشروع بتاعنا الكونديشنز اللي فيه الرئيسيه ايه. دي طبعا بتبقى واضحه صريحه، بتفتح كونديشنز جنرال تبص فيها بيبقى كاتب لك ان المشروع اندر الكونديشنز بتاعت الفيديك 99 او 87 ايا يكن يعني. بس المشروع بتاعنا باي ذا واي هو فيديك 99، انا معتمد فيديك 99 بحيث يبقى كل الناس شير معاها الايه الفيديك موجود. كونتراكت ديوريشن دي حاجه هتلاقيها منصوص عليها في الكونتراكت اجريمنت. ربيع يا نجم هيقوم يضرب الناس في التليفون. جميل. طيب البروجكت ستارت والفينش ديت بتلاقيها موجوده فين بقى؟ في الكيك اوف ميتنج. احنا ممكن نكون اتفقنا وتعاقدنا بس لسه ما اتفقناش، احنا بنجهز الدوكيمنت بتاعتنا بنروح نقول لهم تاريخ بدايه المشروع مثلا هيكون يوم 9/5 الجاي اللي هو عيد ميلادي يعني بعد 4 ايام. وممكن هم يبعتوا لنا اوفيشال ليتر خطاب رسمي يقول لك ان بدايه المشروع يوم ايه نهايه المشروع يوم ايه. تمام. يبقى الكيك اوف ميتنج دي حاجه بنعملها في بدايه المشروع، بنقول والله يا جماعه احنا بسم الله هنبدا المشروع. فاذا البدايه هتكون يوم كذا. الكيك اوف ميتنج دي في كيك اوف ميتنج داخليه في الشركه، في كيك اوف ميتنج مع الكلاينت. تمام. قد تسبق احداهما الاخرى يعني.
طيب نشوف اللي بعد كده. الكونتراكت فاليو دي اكيد بتكون موجوده في الكونتراكت اجريمنت، اللي هم الصفحتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني على تنفيذ مشروع وليكن فيلا خاصه كذا كذا خاصه بالسيد فلان الفلاني بتكلفه كذا ومده المشروع كذا. طيب البروجكت بارتنرز خلاص دي بتبقى موجوده في الكونتراكت اجريمنت، قلنا مين اللي اتفق مع مين. طيب البروجكت لوكيشن في الكونتراكت اجريمنت بيبقى منصوص ان المشروع ده كذا في منطقه كذا 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 كذا. طيب بعد كده السكوب اوف وورك. السكوب اوف ورك بيبقى مكتوب فين؟ بيبقى مكتوب في السبيكس مثلا، بيبقى مكتوب في الكونديشنز اوف كونتراكت. غالبا ممكن يبقى جاي له دوكمنت خاص بيه يقول لك سكوب اوف ورك شارحها في صفحتين 3 5 6. ممكن تكون هي زي ما قلت لك تبقى مقدمه انتروداكشن في اول السبيكس، خصوصا السبيكس اللي هي السيفل او الاركتكتشر ممكن تكون موجوده في الكونديشنز في اولها. طيب في هنا قال لنا بليز ريفير تو فايل 1.1. كان في بس الديسكربشن هنا برضو حبينا نقولها في الاخر. الديسكربشن اوف ذا بروجكت برضو موجوده في السبيكس اور كونديشنز اوف ذا كونتراكت، واحنا اتفقنا الاثنين لهم علاقه وثيقه ببعض. تنفيذ مستشفى ده برودكت، لكن هننفذها ازاي؟ شامله اعمال الحفر واعمال الخرسانات واعمال التشطيبات حتى التسليم النهائي مثلا. طيب نشوف مع بعض الدوكيمنت ده وبعدين نرجع اللي هو 1.1 جنرال لاي اوت. جنرال لاي اوت برضه نبص على المشروع عشان نبقى احنا في الفيدباك. هنخش نجيب جنرال لاي اوت واضحه كده. جنرال لاي اوت حد يديلي اوكي ولا اي حاجه يا عرب يا رجال مصر؟ واضحه؟ واضح 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 واضح. ماشي يا حكش. ده المبنى اللي احنا هننفذه مع بعض. ده مبنى رئيسي اللي هو بالاحمر، ده المبنى اللي هو بالبينك يا منى ده ده يوتيليتي بيلدينج. المبنى اللي هو على شكل هلال ده او بشكل بيضاوي ده الجامع. طبعا اللي ورا ده اللي هو باللون الفضي ده عباره عن الباركينج. وطبعا عندنا لاند سكيب اللي هو اللون الاخضر ده كله الجميل ده لاند سكيب هنشتغلوا مع بعض. في اعمال انترلوك اللي هي باللون اللي هو الاورنج اللي هو بيظهر معاكم. طيب نتخطى هذه الصفحه بما انها تقيله جدا. ده البيزمنت بتاع المشروع. واضح ان مفيش عندنا بيزمنت غير في الجزء الاوسط في المبنى الرئيسي. طيب لو جينا ننزل مع بعض شويه كده هنيجي نشوف ان ده طبعا زي ما احنا شفنا ده البيزمنت بلان اللي هو الجزء اللي فات. طبعا الفايلات دي كلها معاكم يعني. ده الجراوند فلور بلان. انا عندي المبنى الرئيسي قسمته 4 بارت اهوت، وعندي هنا اليوتيليتي بيلدينج بالبنك، وهنا المسجد، وعندنا الباركنج ورا. خلاص هننسى بقى، احنا بنبدا فوق دلوقتي هنشوف المعاد. طب نخش على الفيرست فلور نفس القصه، احنا قسمناها اهوت 4 بارت مع بعض. وبعد كده هنشوف الميثود اوف كونستراكشن او الميثود ستيتمنتس زي ما بيقولوا هتتنفذ ازاي. واضح ان هنا الجزء ده خلاص ستوب دوت. احنا عندنا الجزء ده لغايه الفيرست، وده مش مكمل معايا الجزء اللي هو تكمله اليوتيليتي ده. واضح ان انا معايا جزء هنا مكمل في الفيرست. طيب نخش على السكند فلور. واضح ان خلاص ما عادش معايا في اليوتيليتي غير الجزء الصغير ده، وموجود معايا في المين بيلدينج اكمله موجود معايا. طيب مش عارف الصوره دي الوحيده اللي جت صغيره اللي مخطوطه ولا ايه، بس عامه ده الدور الثالث. مش عارف ازومها لكم بقى ولا ايه ولا دي عظيم. طيب ده الدور الثالث بس هو مخطوط شويه، او الروف فيرست وسكند وروف، ما عندناش ثالث يعني. فيعني ده جنرال، ده الابر روف طبعا، ده جنرال الدوكيمنت ده. طيب لو جينا نرجع بقى للبرزنتيشن بتاعتنا العظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا طبعا اتكلمنا في الحاجات اللي فاتت دي. طبعا بريف ابوت ذا بروجكت. طبعا احنا بعد بقى ما بصينا على الرسومات وبصينا على الكونديشنز وبصينا على السبيكس، طبيعي جدا ان احنا يكون عندنا دوكيمنت هنا اللي هي هنكتب احنا بقى بريف للمشروع. طب تعال نشوف البريف للمشروع ده بيبقى عباره عن ايه. طيب يا طارق انا لازم اقوم من الاوضه بس مكسل اقوم وانا شغال معاكم. بريف ابوت ذا بروجكت. لحظه بعد اذنكم. بريف ده بريف عن المشروع برضو. نتكلم فيه. اول حاجه انا جيت قسمتها كده انتروداكشن. هنتكلم عن بروجكت بارتز والبروجكت انفورميشن واللوكيشن بتاع المشروع، وهنتكلم ايه في مقدمه كده عجاله عن المشروع. بعد كده البروجكت اوفر فيو هنتكلم عن الديسكربشن اوف ذا بروجكت، السكوب اوف ورك، الماني اوف بيلدينج. طب نخش مع بعض كده.
طبعا شفت التكلفه وشفت تفصيلها وشفت كل حاجه، بصيت على كل الدوكيمنت. هنخش مع بعض رقم واحد كده البروجكت بارتس. طيب البروجكت بارتس الكلاينت شركه العبد الله الانترناشونال، الكونسلتنت لاست بلانر برضه هتبقى شركه العبد الله، هنعمل جروب. كونتراكتور هنبني فودا كونستراكشن كومباني يعني. المهم البروجكت انفورميشن بقى، تعال نبص. بروجكت نيم ده اسم المشروع، طارق فودا انترناشونال هيد اوفيس بروجكت، هنعمل هيد اوفيس خاص بالشركه بتاعتنا. الامبولير طارق فودا انترناشونال. رقم التندر، انا النهارده في اي مشروع بقدم تندرز كتيره خالص، مثلا في الشركه بتاعتي بقدم كل سنه 10 تندر، باخد 2 او 3، فده رقم التندر اللي هي في دبي لسنه 2020 رقم 1. الكومنسمنت ديت احنا بدانا قلنا هنطلعه من المينس اوف ميتنج، هيتبعت لنا كيك اوف ميتنج نشوف المينس اوف ميتنج كتب فيها ايه، او هيبعت لنا ليتر رسمي تاريخ البدايه. فانا حطيت تاريخ البدايه اللي هو 9/5/2020 اللي هو عيد ميلادي ان شاء الله. كونتراكت طيب قلنا اللي هو لامب سم كونتراكت، اتفقنا ان دي معناها ان التكلفه بتاعت البروجكت ثابته. الكونتراكت فورم انا حطيت فيديك 2017 وهنبقى شير برضو الفيديك معاكم على الجروب بتاع الواتس ولا حاجه. كونتراكت فاليو انا حولتها مش فاكر ازاي، بس هي 205 مليون درهم 358 الف و43 درهم و28 فلس. مده المشروع 750 يوم. لو جينا نشوف 750 يوم على 9/5 هنلاقي ان الفينش ديت هيطلع معانا 22 سبتمبر 22. طيب موقع المشروع فين؟ طبعا المشروع موجود في دبي في البيزنس باي، البيزنس باي اللي هو الخليج التجاري، جنب دبي كريك اللي هو بيسموه كور دبي، نير تو جراند ميلينيوم هوتيل، اقرب معلم لينا اللي هو جراند ميلينيوم هوتيل، وده البروجكت لوكيشن، وده الجراند ميلينيوم انترناشونال، هنا بيزنس تاور، هنا الجراند ميلينيوم هوتيل. ده كوردينيشن نمبر اللي هو احداثيات المشروع. برضه لو انت بتشتغل مع مساح ده مهم جدا تبقى عندك معلومه زي ديت، احداثيات المشروع فين. لو انت في الخليج غالبا هتروح لمشروعك بطريقه زي دي، تدخل الاحداثيات، تدخل اللوكيشن حد يبعته لك يعني. طيب هنخش في الانترودكشن عن المشروع. طارق فودا انترناشونال الشركه ديت is building a new project which is هتبقى هيد اوفيس في دبي. طيب the project is expected to meet all international standards، هيقابل كل الانترناشونال ستاندرد في الاركتكتشر اند انجينيرنج براكتس and conforms of the located regulation. خلاص هنبدا نشوف الريجوليشن اللي هي الموجوده في البلد على نفس الخط في مع متطلبات الشركه، وعشان نحقق الاهداف الديزاين والكواليتي والتايم والكوست. طب ايه اللي عندنا في السكوب؟ عندنا مين اوفيس بيلدينج، عندنا يوتيليتي بيلدينج، عندنا موسك، عندنا درايفر رومز اند ستورج فاسيلتي، عندنا انتري اند اكزيت جارد هاوس، عندنا كار باركنج فاسيلتيز، عندنا باوندري فينس وذ جيتس اند ستيل فريم. في برضه عندنا اكسترنال وركس اند لاندسكيب. ماسكين اكسترنال ورك في اعمال، بعض اعمال ام بي زي مثلا اعمال اللي هي الفاير فايتنج في الموقع، اعمال الدرينج اللي هي بتبقى اكسترنال، او بنسميها النتورك اللي بتتعمل للمشروع زي ده. ممكن مشروع ما فيش فيه شبكه نتورك، انت بتعمل نتورك عشان توصل على الشبكه الرئيسيه. عندنا برضو في رود نتورك بعض اعمال الطرق. عندنا انستليشن اوف اكسترنال سيرفيسز اند ورك، وفي جنريتور ايه هنركبه برضو معانا. طيب في بعد كده هنتكلم الديسكريبشن عن المشروع والسكوب والماني اوف بيلدينج. طب نشوف الديسكريبشن اهو، ده الديسكريبشن بقى، وصف تفصيل المشروع. طارق فودا انترناشونال هيد اوفيس هذا توتال سايت اريا، دي مساحه المشروع 37525 سكوير متر. طبعا احنا عندنا في الخليج هنا بنتعامل بالسكوير متر غالبا يعني مش بالمتر. وديت برضه تفصيله المشاريع. من اوفيس بيلدينج وذا توتال فوت برنت اريا، مساحته 8040 قدم مربع. زي ما انت شايف كان اكوموديت اهو 460 ستاف، يعني في هيبقى في ممكن يكون في 460 شخص هيبقوا شغالين، وابروكسيميت ما اعرفش في جروس توتال، يعني النسبه كذا من جروس توتال. وفي فيجر بقى تحت هيوضح المساحه هنشوفه مع بعض دلوقتي. اليوتيليتي بيلدينج وذا توتال اريا، دي مساحه اليوتيليتي بيلدينج 1222 اند كومبرومايزنج اوف ابروكسيميت 415. طيب هنتخطى الحاجات دي وهتقروها. المسجد برضو المساحه بتاعته 440 متر. الدرايفر روم اند ستور يارد، وعندنا 3 تيبيكال انتري اكزيت جارد هاوس. في كار باركنج فاسيلتي يستحمل 417 كار، وان شاء الله باركنج كبير جدا. في برضو عندنا 1121 متر اوف باوندري فينس. الباوندري فينس ده اللي هو السور اللي هو هيبقى موجود معانا، وسور خارجي ويز ستيل اوتوماتيك سلايدنج جيتس، يعني الجيتس موجوده هي ستيل سلايدنج اللي هي بتتحرك يمين وشمال دي، اند ستيل فريمز ولها فريمات ستيل. اللاندسكيب اريا هتبقى حوالي 3410 سكوير متر، وفي عندك الرود نتورك اونستيشن اوف اكسترنال سيرفيسز والجنريتور شيل. طيب السكوب اوف وورك
طب السكوب اوف ورك طبعا اوف ذيس كونتراكت كفر ذا كونستراكشن اهو، ده اللي احنا كنا بنتكلم في الفرق بين الديسكريبشن، هو شرح المشروع، المشروع عباره عن كذا ومساحته كذا ويشيل كام شخص، ده الديسكريبشن. السكوب هيبدا يقول لك بقى السكوب فيه عباره عن ايه، فنيجي نشوف او اول جنرال، اول نقطه معانا اول جنرال ريكويرمنت اوف سايت وباريرز اند انكلوجرز بروجكت فيلد اوفيسز اند شيدز. شيد ديت اللي هي يعني ستيل، يعني ستيل بيلدينج زي مثلا التراسز او الفريمز بيسموها شيدز يعني. بروجكت ساين بوردز، تمام، ده بشرح لك بقى تفصيلها ايه اول ساين بورد ايه. كانوبي ستيل كانوبي. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ خلاص. هنا بقى عندنا بقى يقول لك الاول سايت وورك انكلودنج السب سيرفيس انفستيجيشن، هتعمل انفستيجيشن للسب سيرفيس وتعمل سايت بريبريشن، تجهز الموقع والارث وورك والوترنج والاكسكافيشن سبورت سيستم، وعندك الترمايت كنترول، الترمايت كنترول ده اللي هو بيسموه رش النمل الابيض يعني، والباك فيلنج اند فيلنج، تمام. في عندك بعد كده ذا ورك شال انكلود سبلاي انستوليشن تيستنج اند كوميشننج اوف اول اكويبمنت، هتركب كل الاكويبمنت اند ماتيريال فور ذا كازهوديك بروتكشنز اوف اكسترنال سيرفيس اوف بيريد ميتاليك بايبنج، وعندك الاول كونكريت ستراكشر اند اركتكتشر بري كاست اور كاست ان سيتيو، يعني سواء الخرسانات اللي عندك دي كانت بري كاست جايه الموقع تركب جاهزه او انت هتصبها في الموقع، بكل انواع الفاونديشنز والسوبر ستراكشر كولومز وبيمز وسلابس وولز وبارابيتس، بارابيتس اللي هي بتبقى بره فوق دي اللي هي البرب، معرفش بالعربي يعني. all masonry work whether light weight or heavy weight، طبعا كل اعمال البلوك اللي موجوده عندك سواء بلوك خفيف او تقيل، نون لود اور لود، طبعا احنا عارفين ان البلوك في بلوك بيشتغل الاحمال وفي بلوك ما بيشتغلش احمال، سواء نون لود او لود بيرنج، هولو اور سوليد، سواء هولو يعني اللي هو المفرغ او سوليد فالريتد مقاوم للحريق، all and all other requirement. وقال لك بعد كده اول ستراكشر ستيل وميتال فابريكيشن وركس وفريمز وستيلز، طبعا كل الحاجات دي احنا جبناها منين؟ قلنا احنا بنجيبها من بتبقى موجوده في الكونديشنز او بتبقى موجوده في السبيكس، واحنا شرحنا قبل كده بنجيب الدوكيومنت زي دي منين، يعني النقط دي انا ما كتبتهاش، انا جبتها وحطيتها، ممكن اكون نسقتها، ممكن اكون صيغتها بطريقه احسن، لكن هي بتبقى موجوده معايا. اور سيرمال، لان مهم جدا انت كمهندس انت بتقرا السكوب. اور سيرمال انسوليشن فاير بروفنج، هتعمل فاير بروفنج وهتعمل عندك ستوبنج اند ووتر بروفنج سيستم exterior and interior or interior as well as completing roofing system، طبعا في عزل الروف يكون عزل ضد الحراره، عزل ضد الميه وهكذا. وعندك all exterior and interior doors شامل كل الابواب والشبابيك، curtain walls whether metal سواء كانت ميتال او وود او الومنيوم، طبعا كل بقى يكون متوصف كل حاجه موجوده عندي في الرسومات وفي البي او كيو، يعني البي او كيو بتقول لك انا مثلا عندي 9 ابواب ستيل مثلا، انت الرسومات هي اللي هتوضح لك موجودين في فين بالظبط، ممكن يكون موجود في حاجه اسمها داتا سكادول او سكادول اوف داتا، بيبقى موجود فيها تيبل كده للتشطيبات بيسموه بالعربي جدول التشطيبات، مثلا الغرفه دي هتبقى الدور بتاعها يبقى التايب بتاعه كذا وهكذا يعني. طبعا بتختلف من مشروع لمشروع، سواء المشروع ده كبير في الدوكيمنت منظمه ولا مشروع صغير. وبعد كده عندك كده بعد برضه من ضمن السكوب اوف ورك الاول فينيشز هتعملها كلها، البلاستر والانترنال والاكسترنال بينت والجبسون بورد والسيراميك تايلز والترازو ستون فينيشز والبينتنجز واكسترنال كلادنج اند بينلينج including external treatment for all required items, all site work soft and hard landscaping including required irrigation system. irrigation system ده بيكون بره يعني عشان اخدم بيه على اللاندسكيب. الكانوبيز برضو، الكانوبيز ديت اكستيريور شيدنج سيستم، لوفرز، الكانوبيز دي اللي هي بتركب للباركنج غالبا، والشيدز، الاور فرنتشر اند فرنشنج، عندك السبيشال كونستراكشن والاكويبمنت كيتشن واللابوراتوري والويندوز، كل ده طبعا شرح تفصيلي انا بقراه مع بعض بحيث ان احنا برضو نكون كلنا تعرضنا لكل حاجه في المشروع، نبقى عايشين مع المشروع كلنا يعني. الاور ورك ريليتد اي تي ورك، طبعا انت عندك تعمل اي تي ورك، البي ام اس اللي هو بيلدينج مانجمنت سيستم اللي هو كل التحكم سيستم فيه اللي هي الكاميراز، البابليك ادرس سيستم، وعندك الاكسس كنترول سيستم، دي برضو اساسات في الام بي ممكن نتعرض لها برضو مع بعض، وهقول لكم ان شاء الله البريك داون بتاعها التفصيلي في تنفيذها في الانشطه. الالكتروميكانيكال وركس سواء الكتريكال او تليفون او اتش باك اللي هو التكييف، سموك كنترول نظام التدخين، فار الارم، فار فايتنج قومة الحريق والانذار، ووتر سبلاي توصيل مياه، البلامينج، ستورم ووتر درينج، ستورم ووتر اللي هو الامطار، and all sanitary works external utility surface and connection to the tie lines external utility surface and connection. عندك ال all works related
to laying of electrical cables from source substation. انت عندك سب ستيشن اللي هي بيسموها محطه توليد او محول الكهرباء، بتحط فيها الترانسفورمر، تبدا توصل بعد كده للمبنى نفسه الرئيسي، سواء تجيب من العمومي تدخل جوه، ايا يكن طريقه التوصيل بتاعت الكهرباء. ليها اكتر من طريقه على حسب المكان اللي انت بتنفذ منه. The contractor shall carry out road crossing of cable by cutting of existing road asphalting. انت هتقطع في الاسفلت وتعمل ده زي ما انتم عارفين باللغه العربيه اللي هو رد الشيء لاصله، هتقطع في الاسفلت فلازم ترد الاصل عشان توصل الكابلات بتاعتك. وقال لك الكونتراكتور هو shall excavate the roads to the required level to complete the cable laying works and reconstruct. reconstruct دي هتلاقيها رد الشيء لاصله، reconstruct the excavation to match the existing levels. على قد ما المعلومات دي تبان لي تقيله في البدايه واحنا عايزين نخش على طول في البريمافيرا ونعمل الدبليو اس وكلام من ده، لان ده الاساس اللي انت هتبني بيه البرنامج الزمني. انت لو مش فاهم المشروع بتاعك انت مستحيل تبني البرنامج الزمني بتاعك. طب نشوف كده رسم توضيح للبرنامج الزمني. ده المين بيلدينج اللي هو بالازرق، وده اللي بالبينك ده اليوتيليتي بيلدينج، اللي بالاصفر ده الموسك، وده الاكسترنال ورك اند لاندسكيب. وهو موضح لك، وعندك الجارد والهاوس، ومتوقع الجارد يكون في المدخل. هنشوف مع بعض طبعا تفصيل. ده الماني، ده الويت بتاع كل مبنى. المين بيلدينج مثلا ديت هيبقى لها البي كيو الاولى 143 مليون درهم، اليوتيليتي بيلدينج 23 مليون. طبعا الويت بتاعه بالنسبه موجود اهو 69 هنا 11، هنا تقريبا 1% اللي هو المسجد 2 مليون وشويه. الدرايفر وستوريج برضه حوالي 1% برضه. جارد هاوس والاكسترنال. وكان في عندنا اوبريشن اند مينتيننس سيرفيس، هم كانوا دافعين رسوم الاوبريشن اند مينتيننس سيرفيس حوالي 436,000، وكانوا عاملين كونتراكت برايس فور تريننج. انت برضه بعد ما تخلص المشروع بتدي تريننج للتيم اللي هيجي يشتغلوا عندك اعمال فاير فايتنج، عندك اعمال فاير الارم، عندك الكتريكال، عندك معدات. فانت التيم اكيد الشركه اللي هتيجي تستلم هيبقى عندها تيم خاص بيها، هو اللي هيستلم او هيعمل اعمال الصيانه، او هو اللي يبدا يشغل. فعشان يشغل لازم يبقى انت تعلمه، فعشان تعلمه عندك كوست التريننج دي برضه كوست تريننج هنحملها برضه في الكوست. وعندك اعمال بروفيشنال سم هو كان عاملها برضه، هنبص عليها مع بعض. ايه البروفيشنال سم 590,000. طيب توتال المشروع يكون 205,358 اللي احنا قلناها قبل كده. طيب وده شكل كده بسيط باي كده، لو جينا نصورها شويه. دي باي بتوضح الويت بتاع كل مشروع، يعني كده على الرسم حتى تبقى باينه كده ان واضح ان المين بيلدينج هو اللي عليه الويت الاكبر، وعندك اللي باللون البينك ده هو اليوتيليتي بيلدينج او الاكسترنال ورك، سوري اليوتيليتي هو اللون ده. فيعني ده بيبقى برضه رسمه، وكده نكون خلصنا الجزء ده. طب نشوف البرزنتيشن بتاعتنا بتقول ايه. وما رميت إذ رميت، ولكن طبعا المحاضرة متسجلة ما تقلقوش، يعني لو حد الصوت مش واضح عنده أو حاجة طبعا احنا شفنا. نيجي بقى للنقطة المهمة بقى، احنا فهمنا المشروع وقرأناه وكلام من ده. طيب النهارده هنيجي نخش على نقطة مهمة جدا. يبقى احنا اتكلمنا في حاجتين، احنا قلنا ايه المعلومات الاكسبكتد اللي انا هاخدها من البروجكت دوكيمنت، وبعد كده شفنا البريف عن المشروع اللي احنا اصلا كتبناه بناء على الاكسبكتد دوكيمنت. كل ده انت بتاخد لك يوم او يومين بتكون فهمت المشروع كله، تقرا الدوكيمنت وتمخمخ فيه وكلام من ده. مش لازم تفتح البروموفير على طول وتحط ايدك فيها، لازم تاخد المشروع وتقرا وتفهم. حتى لو هتجيب ورقه درافت معاك كده تبدا تكتب فيها، وبعد كده الدرافت اللي انت كتبته كده تبدا تلخصه في ملف وورد محترم وتعمله زي ما احنا ما عملنا. الملف الوورد ده هينفعك لما تيجي تكتب الناراتيف ريبورت اللي انت هتقدمه عن المشروع. طيب لو انا النهارده جاي اعمل برنامج زمني، لازم يبقى عندي اعتبارات في البرنامج الزمني. الاعتبارات دي في اعتبارات داخليه في الشركه، اللي انا اعمل برنامج زمني يخدم اهداف الشركه ويحققها، وفي نفس الوقت الاستشاري بيبقى له اعتبارات في البرنامج الزمني بتاعته. الكونسيدريشنز اللي انا حاططها دي كنت انا مستلمها من استشاري، بس عجبتني فعشان كده يعني حاولت اعمل لها شير معاكم. طب تعال نقراهم نقطه نقطه كده. النقطه الاولى انك تاخد بالك منها، هو قال لي ان البروجكت ديوريشن لما انت تبني البرنامج الزمني بتاعك، البروجكت ديوريشن از بيزد اون اجريد كونتراكشوال. يعني ما ينفعش البروجكت ديوريشن تعملها لي مثلا 400 يوم والمشروع مدته 395 يوم. لا مش مرفوض، مش مقبول الكلام ده. وراعوا الكلام ده، ساعات بيحصل مشاكل تلاقي يوم زايد يوم ناقص كلام من ده. فلازم ده من ضمن التشيك ليست اللي انت تعملها لنفسك. طيب قال لك بعد كده البروجرام تو بي ديفايدد انتو ديفرنت دبليو بي اس. يعني ايه ديفرنت دبليو بي اس؟ سوري عشان البرزنتيشن. بروجرام تو بي ديفايدد انتو ديفرنت دبليو بي اس انكلودد. يعني الدبليو بي اس كلك تقسمه لي، يكون في جزء عن الكونتراكشوال مايلستونز، جزء عن الكنترول مايلستونز، جزء عن الموبيلايزيشن، جزء عن البريليميناريز، جزء عن السبيشاليست ابوينتمنت. لو انت عندك مثلا سب كونتراكتور هيخش في تاريخ معين، او زي مثلا السب كونتراكتور ده يجي يركب لي مثلا ميديكال اكويبمنت في المستشفى، لازم ابقى حاطط له تاريخ يعني، ويكون شير ومعروف اللي هو يجي امتى، لان ده هيعمل لي امباكت عالي على المشروع. في عندك الانجينيرنج تعمل لها برضه دبليو بي اس خاص بيها. البروكيورمنت طبعا كلكم اشتغلتوا بروموفيرا وفاهمين يعني.
بس احنا هنشوف صيغه افضل نطلع بيها الشغل بطريقه نظاميه وفي نفس الوقت مشتمله كل السكوب والبروسيس كامله تكون واضحه وصريحه يعني. طيب البروكيرمنت، اللونج ليد ماتيريال، البي سي اند بي اس. البي سي اللي هو البرايم كوست، والبي اس ايتم اللي هو بروفيشنال سم، هنتعرض لهم برضو واحنا بنشتغل ان شاء الله. وعندك الكونستراكشن، تبدا تشوفه ازاي تقسمه سب ستراكشر، سوبر ستراكشر، فينيشز، سيفل، وام بي، اثورتيز ابروفال. يعني ممكن الموضوع ده مبقاش واضح في مصر قوي، لكن اثورتيز ابروفال في اي دوله زي دول الخليج مثلا، انت عشان تخلص منشأ لازم تسلم الاعمال اللي فيه للبلديه، وفي نفس الوقت اعمال الفاير والحاجات دي تسلمها للدفاع المدني. وفي اكتر من، وبرضه بتسلم الدرينج واللي هي الميه والكهرباء، بتسلمهم لهيئه الكهرباء والميه، سواء في دبي اسمها ديوا، في الاتحاد الاماراتي اسمها فيوا، مثلا في الشرق اسمها سيوا اللي هي دبي الكتريكال اند ووتر اثورتي، في الشرق مثلا شارجه الكتريكال اند ووتر اثورتي، واحده فيوا اللي هي فيدرال اللي هو الاتحاد الفيدرالي بتاع الامارات نفسها. عندنا بعد كده تحط التستنج والكوميشننج بقى، هشوف مرحله التست على المشروع، سواء هعمل سناجنج الاول في تستنج وكوميشننج، التست على كل الانظمه اللي موجوده عندي، انظمه الكهرباء، انظمه الفاير، كل حاجه بعمل لها تيست يعني. بعد كده بعمل هاند اوفر للكلاينت، اسلم له المشروع كله. النقطه الجايه اللي الثالثه دي بيقول لك داتا دي تايم تو بي ماتش وذ بروجكت ستارت اند فينيش تايم، دي حلوه قوي. انت النهارده احيانا بتعمل البرنامج الزمني اللي هو يبدا يوم 9/5 اللي هو تاريخ ميلادي، وينتهي يوم 22 سبتمبر، بس تيجي تدوس سكادول، بس انت ما عرفتش هو بدا امتى. لما تيجي تعمل سكادول لازم تحدد ان الداتا دي تبدا الساعه 8 الصبح، وانت لازم يكون المشروع نفسه اول نشاط فيه يبدا الساعه 8 عشان يبقى ماتش. ما اجيش النهارده وادوس داتا ديت وتاريخ البدايه بتاعت المشروع مش ماتش مع الداتا ديت. هكذا لما اجي اعمل ابديت دوري بصفه عامه، الابديت لازم بعمل ابديت الساعه 4 مثلا، بعمل ابديت الساعه 5، يكون ده نهايه اليوم، عشان بعد كده ما يعمليش فاريانس في الساعات ويعمل لي مشاكل بعدين قدام معايا. يعني امور بسيطه ولكن بصراحه بتفرق بلانر عن بلانر يعني. انا بحاول يعني اشتغل معاكم كانك انت بلانر ذو كفاءه وبتعمل شغل محترم وشغال في مكان محترم. طيب وده طبعا هيفيدكم ان شاء الله كلكم على المدى الطويل يعني، سواء من اول محمود شغال في شركه ويطمح هو يخش في شركه احسن، نجم بيطمح اللي هو ينقل من سايت لبلاننج، وعندنا اسامه وعمر يعني نتمنى ان هم يمشوا على التراك ويخشوا في ايه، ان هو يبقوا. طبعا انا بمهدكم ان انتوا تكونوا جاهزين لاي انترفيو، فاهم ازاي تعمل برنامج زمني، تقدر تاخد شغل خاص لنفسك وبطريقه بروفيشنال، وما تخافش ان انت تاخد شغل خاص، ان شاء الله هنتناقش الموضوع ده بعدين. طيب النقطه اللي هي دي all public holidays summer working hours رمضان hours to be considered. منطقي انت بتعمل برنامج زمني، فانت بتقول له النشاط ده بيبدا يوم 9 وينتهي يوم 15، فلازم تقول له 9 يوم 15، بس انا عندي يوم الجمعه هيبقى يوم 11، عندي والله يوم الاحد ده هيكون يوم مثلا اجازه المولد النبوي. السمر وركينج اورز عندنا في الخليج مثلا يقول لك والله ما ينفعش تشتغل من الساعه 12 للساعه 3، فلازم انت تقول له ان من يوم 15 6 ليوم 15 9 لازم تحدد له على الكاليندر بتاعتك ان الساعات من 12 ل 3 دي ساعات اوف ما بشتغلش فيها. تمام. رمضان اورز، في رمضان بعض الشركات بتقلل ساعات العمل، النهارده تيجي تشوف ان المسلمز بيشتغلوا 6 ساعات، فلازم تقول له كل الحاجات دي هتفرق معاك انك تعمل برنامج زمني ريزنبل ويكون رياليستيك، وبرنامج زمني يكون فعلا اتشيفابل اللي هو يتحقق او هو يبقى واقعي. طبعا الكمال لله وحده، بس انت بتاخد بالاسباب. برضو النقطه المهمه اللي هو قالها لك بعد كده ديفرنت، احنا اتكلمنا بعد كده ان انت بتحط، انت قلت في النقطه دي ان انت بتحط الاجازات والسمر اورز وبتحط رمضان اورز. طيب برضو انا عندي كالندرز مختلفه، انا عندي المقاول بيشتغل 6 ايام، عندي الاستشاري والكلاينت بيشتغلوا 5 ايام، عندي الدليفري ديت يقول لك والله انت من تاريخ ما تقدم مثلا على البي او اللي هو البرشيس اوردر، فانا هوصل لك المنتج اللي انت طالبه. مثلا انا جايب جنريتور مولد كهرباء، هيوصل لك في خلال 16 اسبوع. طيب 16 اسبوع ده هعرفها ازاي البرنامج؟ لازم يكون الكالندر عندي 7 ايام، 16 في 7 ايا يكن الرقم اللي هيطلع، مثلا بيطلع مثلا ب 112 يوم، يبقى انا النهارده لازم احط الكالندر في الدليفري ديتس، غالبا بيكون في الدليفري 7 ايام، وهكذا لو في عندي حاجه ثانيه. طيب قال لك النقطه الثالثه all PC and PS items to be scheduled with all necessary activities such as a technical comparison, submission, nomination, contract agreement, linking should be based on logical and not illogical linking to drive nomination days. طبعا الحته دي غامضه لمعظمكم، انا ممكن اوضحها بحكم ان انا اشتغلت فيها. يعني ايه بي سي وبي اس ايتم؟ البي سي اللي هي البرايم كوست، برايم كوست يبقى هو عاطي لك سعر الريت للسيراميك مثلا، هو لسه ما اختارش لون السيراميك ولا اختار السب كونتاكتور اللي هياخده منه، فانت بتيجي تعمل له تجيب 3 سبلايرز وتقول له والله انا بقدم لك ال3 دول، فانت النهارده لازم تقدم له ال3 وهو يوافق لك عليهم. بعد ما يوافق لك عليهم بتقوم انت متعاقد مع الشخص اللي هو وافق على، يعني هو انت بتقدم له 3 هو بيختار واحد منهم. هكذا في البي اس ايتم، بس البي اس ايتم خلاص انت واخد الكوست مسبقا، لكن البي سي ايتم انت واخد سعر الريت، فده الفرق الجوهري اللي ما بينهم يعني، مش فرق مهول. طيب
البي اس ايتم زي ما قلت لك انت ممكن تكون واخد بند تنفذه ما يزيدش مثلا هو على بعضه كده ب 5000. فانت جبت مثلا راجل هيخش ب 5000 بس انت انت متفق مع الراجل ده على 4000، يعني انت بتاخد منه كوتيشن وبعدين بتقدم الكوتيشن ده بس بتحط عليه البروفيت بتاعك للكلاينت. تمام. طيب بعد ما انت يبقى انت بتقدم الكومباريزون سبمشن اللي هي في السطر الثاني، بعد كده بتشوف النومينيشن هم بيختاروا بقى، بعد كده كونتراكت اجريمنت بتوقع معاه العقد. طيب النهارده انا عشان اختار الراجل ده، بعد ما بختار الراجل بتاع السيراميك مثلا خلاص اخترته، بيبدا الراجل يعمل لي linking should be based on logic and not illogical linking to drive nomination. يعني ايه لوجيك؟ اللوجيك اللي انا النهارده بعد ما اتعاقد مع الراجل هيبدا يعمل لي ايه؟ هيبدا يقدم لي الماتيريال سبميتال، هو كان بيكون قدمها لي في الفتره الاولى لو انت في حاله البي سي بيكون قدمها وانا وافقت عليها وعملت عليها ابروف، بعد كده بيبدا يعمل لي الدليفري وبعد الدليفري بيكون في انستليشن. طب البي اس ايتمز وارد بيكون بعدها شوب دروينج سبميتال، شوب دروينج ابروفال وهكذا. طيب دي نقطه مهمه، واكيد برضو لو في حد عنده اي كونفليكت فيها اكيد هنتعرض لها تاني وثالث ورابع، يعني كل النقط دي هنتعرض لها واحنا بنعمل برنامج زي وهنعمل لها تشيك ليست وهنتشيك عليها ان شاء الله. طيب all domestic items to include with proper sequencing. يعني ايه domestic items؟ طبعا احنا اتكلمنا ان في حاجه اسمها nominated subcontractor، في حاجه اسمها domestic subcontractor. النومينيتد subcontractor ده ان المالك بيختار واحد من الناس اللي انا بقدمها له، فيعتبر انا بتعاقد معاه مع ترشيح الكلاينت ليا، هو بيختار واحد وانا بتعاقد بناء على ترشيحه. لكن الدوميستيك سب كونتراكتور ده بيكون سب كونتراكتور اختياري البحت، انا مثلا عندي العقد لامب سم وعندي فيه اعمال ام بي، فانا بتعاقد مع مقاول الام بي بقدم واحد منهم، بقدم اكتر من واحد، قدمت اول واحد اترفض مثلا، قدم تاني واحد هم وافقوا عليه، يبقى ده بنسميه دوميستيك اللي هو جاي اندر مني، انا اللي جبته، انا اللي يعني ده الفرق الجوهري. دوميستيك طبعا مش وسخ او زباله، يعني هو لا يعتبر الراجل جاي مني، يعني ممكن الكلمه تشبه ان انت وسخ فجايب واحد وسخ زيك، لكن زي ما قلت لكم من الدوميستيك ان ده سب كونتراكتور من تحتك نومينيتد، بيكون الكلاينت هو اللي اختار. فبقول لك ملحوظه مهمه جدا، يقول لك ان البروجرام should be loaded with stream wise classified resources. لازم تحط بقى resources، لازم تحمل resources which may include stuff، تحط عليها الستاف ورك من، هو طبعا اوفر شويه بس احنا بنقول ان ده الايديال كيس، يعني احنا نشوف اللي هنعمله بعدين، نحاول ان شاء الله نقرب منها. الورك من اللي عمالها تشتغل، الايكويبمنتس تحطها الى اخره يعني. طيب and associated resource histogram، تعمل بقى resource histogram طلعه له. الترندز تو بي سبميتد. يعني ايه ترندز؟ ترند يعني انا الترند بتاعي اللي انا اخلص في كذا، الترند اللي هو الاتجاه او يعني مش عارف ترجمه او بالعربي بس احنا كلنا فاهمين ترند، يعني ترندز تو بي سبميتد. It's responsibility of contractor to deploy necessary resources. لازم تحط necessary resources in accordance to standard productivity. انت عشان تحط النهارده عندك 100 ساعة عمل على بند زي الخرسانة مثلا، لازم تكون انت قايل ان الكيوبيك متر او المتر الواحد بيتعمل بعامل، فالعامل 8 ساعات، فانا محتاج مثلا عندي 10 متر ب 10 في 8 ساعات يبقى عندي 80 ساعة، وهكذا. احنا نشوف مع بعض طبعا ان احنا بنعمل ستاندرد برودكتيف ريت وبناء عليها بناخدها نحمل بيها الريسورسز to achieve the required early dates in accordance to this program. طيب يبقى انت لما يجي يقول لك فرضت الديوريشن دي بناء عليه، والله انا فرضت الديوريشن دي بناء على البرودكتيف ريت اللي عندي، وبناء منها حسبت عدد الساعات او المان باور المتاح، وبناء على المان باور اللي هو الافيلابل بالنسبه لي حسبت الديوريشن. هنتعرض لكل ده قدام ان شاء الله. انا بحاول طبعا ادمج هنا ما بين العلم وما بين الاكسبيرينس، يعني احاول يكون في شويه حاجات علم واخدها من بعض الكتب زي البيم بوك، كتاب عماد البلتاجي، صالح مبارك وغيرهم كتير، في اكتر من ريفرنس طبعا انا بحطها في الاخر، وفي نفس الوقت خبرتي العمليه في المشاريع اللي اشتغلت فيها ونقيت افضل الخبرات. يعني مشروع مستشفى مع كلاينت قوي جدا وزاره الصحه في الامارات، مشروع مثلا اشتغلته في مواني الشيخ خليفه في ابو ظبي، فجمعت يعني الناس دي عندها ستاندرد وجايبين ناس كويسه جدا تشتغل، فجمعت افضل الممارسات. طب نشوف النقطه اللي بعد كده اللي هي ذا بروجرام شود بي لودد، نفس القصه، يكون محطوط عليه كوست. طبعا الكوست هنا يقصد بقى البرايس، لان هو مش من حقه يعرف الكوست بتاعي ايه، انا بحط برايس، لكن احنا اعتباطا دايما بنفرض كلمه كوست اللي هي البرايس، سعر بيوكيو، لان احنا لما بنكبر بقى بيبقى الكوست ده خاص بالكوست كنترول، قسم خاص بيه، الا لو انت هتشتغل بروجكت كنترول فهتشتغل الحاجتين. طيب بنحط الكوست اللي هو البرايس زي ما قلنا، بس احنا نشتغل بعد كده كلمه كوست ديت خلاص احنا فهمنا ان هي البرايس. which may include preliminaries. البريليميناريز ديت الاولويات بتاعت المشروع نفسها، نبدا نشوف بتتعمل ازاي، اللي هي عندي جنريتور موجود طول فتره المشروع، عندي موبيلايزيشن محطوطه طول فتره المشروع زي مثلا بورتا كابن، في الماتيريالز والانستوليشن الى اخره. بنحط كل كوست موجود عندنا بنحمله بصوره صحيحه، وبنعمل بعد كده حاجه اسمها كوست لودنج شيت او الكالكوليشن شيت عشان نسلمه، والراجل لازم يعرف ان انا حاطط الكوست بصوره صحيحه.
هو من حقه يراجعني فيه. اند اسوشيتد كوست هيستوجرام، هنعمل بعد كده الكوست هيستوجرام اللي هو بنسميه كاش فلو، بس هو كاش ان في الحقيقه، بس لان الكاش فلو مش هيعرف مش عمره ما يعرف الاكشوال بتاعي كام. ولذلك هو ما يعتبرش كاش فلو، هو يعتبر كاش ان بس. اند ترندز تو بي سبميتد. تمام. ترندز لو انا هخلص بدري اخلص متاخر دي بنقدمها على طول يعني. تمام. ممكن انا ادي له اوبشن ان انا والله ممكن اخلص لك بدري شهرين بس انت تدي لي فلوس اكتر كذا مثلا. اقول له والله انا هتاخر في المشروع وبناء عليه هقلل لك تكلفه المشروع كذا. دي بتبقى نيجوشيشنز بعدين يعني. طيب النقطة ديت فكانت نقطة حلوة قوي يعني، من النقط اللي أنا استفدت منها. يقول لك no floor to floor or non-related logic or any activity that can be performed without start or finish relationship with the other activity. احنا نقف في الجزء الأول ونخلصه. no floor to floor يعني أنت خلصت الخرسانات وخلصت الخرسانات بتاعت الجراوند وخلصت خرسانات الفيرست. أنت تقدر تخش تشتغل في جراوند بلوك وتقدر تخش في الفيرست بلوك، وممكن تبدأ في الفيرست بلاستر ومالكش دعوة بالجراوند. بعض الناس هو برضو كان ذكي في الحته دي، بعض الناس يربط لك مثلا بلاستر بتاع الدور الاول اخلص الجراوند وهبدا في الاول. لا يا حبيبي، افرض البلاستر الجراوند اتعمل له هولد لاي سبب إن كان، اطلع اشتغل في الفيرست عشان ما تجيش تبني عليا بعد كده كيس. انا بتكلم دلوقتي بلغه الكلاينت، ما تجيش تبني عليا كيس بعد كده ان انا ما قدرتش اشتغل في البلاستر بتاع الجراوند وبناء عليه البلاستر بتاع الفيرست اتغير. لا، انت عندك اكسس البلوك، انت خلصته ممكن تشتغل في الفيرست فلو. اتمنى تكونوا ما هنكتوش معايا. طب ناخد بس فاصل عند نقطة كي، ممكن ناخد تشيك كده على الناس نامت ولا لا. نبدأ بعمر. عمر افتح المايك، كله افتح المايك دلوقتي. معاك يا تمام باشا. لحد دلوقتي؟ تمام لحد دلوقتي تمام. الصوت واضح معاك؟ ولا لو مش واضح اكيد انا بعت لكم فيديو. لا لا الصوت واضح تمام بالنسبة لي تمام. طيب أسامة. تمام تمام. نجم مشتاقين يلا مش مشكلة. معك يا غالي. حكشة. معاك. طيب نخش على اقفلوا المايكات، نخش على النقطة كي. استعجلوش على البروموفيرا، شغل جاي السكس جاي. الاول اكتيفيتي وزين سكوب تو انكلود ان ذا بروجرام. يعني بقول لك اي نشاط في السكوب بتاعك هتنفذه ولازم تحطه في البرنامج. consider any new requirement required by authority. يعني عندنا بقى في دبي او في الامارات بصفه عامه كل يوم والتاني تلاقي عامل لك نيو ريكويرمنت. زي مثلا كان عندنا سيفل ديفنس لحاله، ما اعرفش كان الكهرباء بقى بيجي الناس مع بعضهم كده يعملوا البلديه تقريبا والسيفل ديفنس بقى بيجوا مع بعض حاجه زي كده، ولا ايه يا نجم؟ مظبوط يا طارق، مظبوط. اه يعني بيغيروا الموضوع انه تجيب قواعد. لجنه من السيفل، لجنه من السيفل ديفنس، وبتعطيها توصيل ريكومنديشن للجنه البلديه. ما انت عشان او زبون ولسه السيفل. جاي البلد متاخر، كان الاول كل واحد بيجي لبعضه، بس دلوقتي بقوا بيجوا مع بعض. يا زبون اقفل يلا. انا حضرت بقى الاثنين، اتغيرت عليا في اه مشروع، اخرت لي مشروع الحته دي. يلا نخش على اللي بعده. يبقى اي ريكويرمنت مظبوط. مطلوبه من الاصول اللي هي بيسميها الجهه اللي انت الحاكمه في البلد، زي بلديه دبي، الدفاع المدني، الشرطه، المهم يعني. دبي بوليس اللي بيسموها بعد كده DPS. المهم الموك اب تو بي بيرفورمد، النقطه دي مهمه برضو. موك اب تو بي بيرفورمد ات سايت از بير بروجكت ريكويرمنت اند از بير انجينير انستراكشنز without any impact to project plan start and finish. يعني انت النهارده لو في موك اب مطلوب في حاجه، يعني مثلا انت هتركب شبابيك او انت هتعمل بينت، فلازم مثلا لو هو نشاط كريتيكال بالنسبه لك او سelection الكلاينت هيختار لون، فانت لازم تبقى عامل مثلا نشاط في البرنامج تقول له ان ده تاريخ الموك اب، ان انت هتجيلي النهارده تختار لون من الالوان ده عشان اشتغل عليه. ما يجيش بعد كده السelection بتاع البينت اصل انا واقف النشاط البنت مش قادر ابدا اصل الكلاينت لسه ما لسه ما اختارش اللون اللي هشتغل بيه. وحاجات من دي بسيطه جدا يا معطلت مشاريع. تلاقي انكل مدحت دكتور جاي اتفق معاك مدام عنايات تقوم جايه لك بعد كده لا اللون ده مش عاجبني غير. لا، لازم يكون عاملين الاول تعالوا يا جماعه الالوان اهي، احطها له موك اب. يعني انا اجي على جدار معين اشطبه وهعمل لهم بينت فيه مثلا 6 او 7 الوان، طنط عنايات تيجي مع انكل مدحت الاثنين يختاروا مع بعض عشان نبقى خلصنا من الحاجات دي. وياما مشاريع. نجم برضو كان شغال في فيلا، ولا فيلا كل يوم والتاني واحد ينط له، ولا ايه يا عم نجم؟ 28 فيلا كنا شغالين في اللي عايزه جاكوزي واللي عايزه اول حمام فيلا. سباحه. اول فيلتين عملنا شاور اوبن تو سكاي، يعني شاور مفتوح في الطبيعه، اوبن تو سكاي. اه نسمع اكثر برضو شيء يعني تطوير. تعقيد بالموقع. اه اه. بعد آه. كده فالموك فالموك اب اكثر شيء تاخذ وقت او تعمل ديلي للمشروع، عشان هيك ممكن ان احنا نعمل زي ما تحكي السلكشن بتاع الماتيريال عندي بتاخر، خصوصا في الموك اب. فهذا الشيء ممكن نحمله احنا على الاستشاري او على الكلاينت وناخذ اكستنشن تايم بناء عليه.
يا ولد يا ولد اقفل اقفل. طيب النقطة اللي بعد كده all structural works to consider with proper sequencing. الراجل مركز دايما في كلمة proper sequencing، دايما بيقول لك ان العلاقات تكون صحيحة يعني and without any non-logical linking. طبعا هو بيخاف من النصابين اللي زي حالاتي يضربوا له علاقة في البرنامج ياخدوا عليها كليم بعدين. back probing logic تمام to be correct in order to start subsequent works. المهم يعني النقطة اللي بعد كده all MB concurrent works to be considered. كل اعمال الام بي لازم تتحط. طيب نخش في النقطه اللي بعد كده floor over تفصيل. duration for completion to be realistic. يعني ما ينفعش، يعني هو حتى بيقول لك انت حاطط مدد الانشطه كويسه، لكن ما ينفعش النهارده مده المشروع سنه وتيجي تقول انا هخلص الجراوند فلور او تشطيب الجراوند فلور هياخد مني 7 شهور. يعني هو بيقول لك لازم تكون رياليستيك في كل حاجه، الديوريشن نفسها بتاعت النشاط، الديوريشن بتاعت الفلور، الديوريشن بتاعت المبنى كله. النقطه اللي بعد كده البروبر ام بي سيفل سيكوانسينج تو انكلود. بروبر ام بي سيفل سيكونسنج يعني العلاقات ما بين الام بي والسيفل لازم تكون موجوده. ان انا النهارده بعد ما بخلص البلوك ببدا اعمال اللي هو بيسموها تشيزنج اللي هي بنسميها الفيرست فيكس بتاعت الام بي بصفه عامه. وبرده بعد ما اخلص فيرست فيكس ببدا البلاستر، بعد البلاستر ببدا الاعمال في سكند فيكس زي الكيبل بولينج والحاجات دي كلها. بعد الكيبل بولينج المهم في اعمال ثانيه بعد كده انت بتخلص الفاينل فيكس عشان بتخلص البنت عشان تبدا الفاينل فيكس وهكذا. يعني العلاقات من والى الام بي دي مهم جدا اللي احنا ناخد بالنا منها. فدي كلها طبعا كونسيدريشن هتبقى مهمه جدا لينا. يا ولد يا طارق، احنا في هنا هو السكند بس بعدلها على البرزنتيشن بعدين. include civil to MEB and MEB to civil clearance dates for اهو عادة تاني اهو for first دي عايزة تتعدل first second third fix عايزة تتعدل في البرزنتيشن دي. الله لا مؤاخذة يا جماعة. عشان برضو احنا عندنا ضمير والشباب اللي زيكم يعني ما يهونوش علينا. third fix اوكي second and third fix first second third fix. طيب نروح تاني بقى للصورة الجميلة بتاعتنا. all elevation and external works to include. يعني انت النهارده لما تيجي تشطب واجهه منطقي جدا الواجهه عندك 4 واجهات 5 6 على حسب المبنى شكله ايه، تقول له ان الواجهه دي هشطبها في اليوم الفلاني وتحط له السيكونس بتاعها الواجهه الثانيه الثالثه. الاكسترنال ورك برضه تحطها. يعني الراجل بيركز ان انت تكون حاطط كل السكوب وفي نفس الوقت هو بيدي لك ايه الاليفيشن عشان انت لو ما حطيتهاش تقوم حاطط كده دبليو اس اسمه فساد اللي هي تشطيب الواجهه وتحط تحته اليفيشن 1 اليفيشن 2 اليفيشن 3 اليفيشن 4 كل اليفيشن فيه ايه الاعمال اللي فيه سواء ام بي او سواء سيفل او الفاينل فينيشز. تمام. ممكن واجهه تكون بتعمل بري كاست وبعد كده تعمل لها بينت. تمام. all authorities to be considered with logical prerequisites such as civil defense. قلنا دي خاصه بدبي طبعا. الدفاع المدني inspection request of all relevant activities completion such as firefighting fire alarm staircase handrail. مهم جدا الستيركيس دي حاجه مهمه جدا من ضمن السيفل ديفense ولا هي نجم ستيركيس سيفل ديفense. والليفت كومبليشن برضه الليفت برضه دي حاجه مهمه جدا يعني وهي مؤخر مشاريع تست عليه. اللونج ليد ايتمز تو كونسيدر ويز ابريشيت ديليفري تايم. يعني ايه لونج ليد؟ اولا طبعا الماتيريال نوعين، في ماتيريال شورت ليد وفي لونج ليد. شورت ليد الماتيريال اللي هي موجوده في السايت، انا عايز مثلا اي ماتيريال بنزل اجيبها من بشتريها على طول بجيبها في نفس اليوم متاحه. اللونج ليد لو انا عندي حاجات سبيشال، انا عايز جنريتور بساعه معينه، عايز ترانسفورمر، في حاجات لازم تعمل عليها اوردر قد تصل من 8 اسابيع مثلا ل 16 اسبوع ممكن توصل ل 20 اسبوع. وفي حاجات بتبقى جايه من بره. انا مثلا كنت عامل اوردر لمصنع في انجلترا اللي هو يجيب لي مثلا الاتش يونتس اللي هي الاير هاندلنج يونت، دي حاجات خاصه بالتكييف، والاف اي اتش يو، وعندي ترانسفورمرز، وكان عندي برضو حاجات جايه من ايطاليا. السيراميك كان جاي اوردر مخصوص. يعني ممكن السيراميك مش هيتصنع بس انت هتجيبه اوردر من تركيا فياخد وقت 8 اسابيع في الباخره. النقطه اللي بعد كده الانجينيرنج سبمشن تو كونسيدر از ا برو اكتيف ابروتش. يعني ايه برو اكتيف ابروتش؟ يعني انت لازم تدي لها اولويه ان انت تخلصها بسرعه. انجينيرنج سبميتن يعني لو قلنا بيست براكتس ان انت لازم تقدم الشوب دروينج. يعني النهارده ممكن ابقى مخلص خرسانات ومش عارف ابدا في البلوك لان الشوب دروينج مش خلصان. الشوب دروينج بيقول لك كل تفصيله معموله ازاي، عدد البلوكات، كل رو، ارتفاع كام بلوكه هتبقى فوق بعضها. الشوب دروينج بيبقى احيانا تفصيلي جدا، فمهم قوي مهم قوي في الحاجات الخاصه خصوصا في الام بي وكلام من ده. فانا بقول لكم بيست براكتس انت تحاول تخلص الشوب دروينج الماتيريال كلها سواء سبمشن وابروفال وتطلع
اطلع بي اوف مده 25% من وقت المشروع. دي هتجنبك بعد كده مشاكل. يعني انا لو تخيل لو انا كل الرسومات عندي جاهزه، انا كل شغلتي تنفيذ بس، كل الماتيريال انا عامل لها سيلكشن خلاص والناس موافقه عليها، باقي كل حاجه على ايه؟ الماتيريال توصل ديليفري على الميعاد التنفيذ، وانا مركز في الانستليشن او الكونستراكشن بتاعي. فدي نقطه كانت بيست براكتس يعني انا اتعلمتها. ومعظم مشاكل المشاريع في دوله زي الامارات مثلا بتحصل بسبب الايه؟ الشوب درونج والماتيريال، يعني اكاد اجزم بذلك يعني. او النيو ريجوليشن طبعا بتاعت البلديه او الفورس ماجير، برضه هنحاول نتعرض للحاجات اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت، كورونا مع كورونا وكلام من ده. طيب النقطه اللي بعد كده بقى handing over to include as built drawing submission. الراجل بيقول لك برضو انت بتعمل البروسيس في الدبليو بي اس اسمه هاندنج اوفر، لازم تقول له ان انت هتستلم الاس بيلت دروينج. وارد ان التنفيذ اختلف شويه عن الشوب دروينج او عن الرسومات التصميميه، فلازم تديله الاس بيلت دروينج، خصوصا للناس بتوع الام بي احيانا بيبقى في ضغط ماشي مكان بايب، فهو بيضطر يغير مكان الضغط مثلا، فلازم تديله الاس بيلت عشان لو حصلت مشكله في المستقبل هو يبقى عارف مكان الضغط فين ومكان البايب فين، ما هو الرسومات اتغيرت والابروفال. وعندك اوبريشنز اند مانوالز دوكيمنت سبمشنز او اند ام، دي برضه هنبقى نعدلها. اند ابروفال التريننج، لو انت احنا قلنا قبل كده ان احنا هندي تريننج للناس، فانت لازم تحط لهم ميعاد التريننج برضه من ضمن البرنامج الزمني، تقول له ان دي فتره التريننج، دي تريننج مثلا فاير فايتنج، ده تريننج فاير الارم، او لو هتجيبهم مع بعض. طبعا اللي عايز اديشنال انفورميشن ممكن يخش على الايه 14 دي سي ام اي بوينت، وانا حطيت لكم فايل 1.3 نشوفه مع بعض. ده كان النهارده اخر حاجه في المحاضره، وبعدين هنفتح ايه اوبن ديسكشن للي حابب يشارك معانا. احنا برضه الراعي الرسمي للبهجه يعني. طب نشوف الدوكيمنت اللي احنا ما شفناهاش. احنا قلنا البريف ال 14 دي سي ام اي دي برضه انا سايبها لكم هنا تاخدها في عجاله. هو الراجل هنا دي كانت عملتها وزاره الدفاع الامريكيه للمشاريع اللي بتشتغل معاها، فالراجل اتكلم منها. سيبها لكم برضه تقروها لان ما فيش مجال احنا نشرحها. انا بحاول انا اغطي برضه الاجزاء اللي احنا مش هنتعرض لها وحتى مش موجوده في المشروع. بعض الاستشاريين بيستندوا عليها في الرد على البرامج الزمنيه، يقول لك اللوجيك تقروها برضه، مش في مجال الليدز ما يكونش في ليدز مثلا، اللاجز ما يزيدش عن مرتين الابديت، الريليشن شيب تايبس يقول لك العلاقه الفينيش ستارت يفضل هي تكون اهي على الاقل 90%. يعني فوق الهارد كونسترين يقول لك ممنوع يعني مش محبذ انت تشتغل هارد كونسترين اللي هي في البروفيرا ستارت نو ايرلير ذان فينيش نو ايرلير ذان، مش محبذ. الهاي فلوت يقول لك ان الفلوت ما ينفعش تزيد عن مرتين الابديت، يعني 2 وركينج مانثس لو انت بتعمل ابديت، لا 44 يوم عمل يعني. طبعا الهاي فلوت دي كلمه عايمه قوي، يعني انت احيانا هتلاقي الاستشاري يقول لك ان الفلوت عاليه عاليه عاليه، يا عم طب حدد، هتقول لك حاجات ب 100، طب يا عم اعمل لك 99، يعني بتبقى كلمه عايمه. وطبعا بترجع لطبيعه المشروع، يعني هي دي ستاندرد بس خاصه بوزاره الدفاع. النيجاتيف فلوت يقول لك ان النيجاتيف فلوت مش مسموح بيها يعني ما ينفعش تعمل عليها فينش ستارت بسالب 5 مثلا، لا اعملها ستارت مثلا، او اعملها فينش تو فينش. بيقول لك هي مش محبذه ان هي بتاثر على حسابات الشبكه او اللي هو السي بي ام او كلام من ده. الهاي ديوريشن بيقول لك ما ينفعش برضه، النهارده انت بتعمل ابديت كل اسبوع او كل شهر، ما ينفعش تبقى مده نشاط ضعفين، اكتر من ضعفين مده الايه. طبعا ده ستاندرد اللي هو 44 داي، انت بتعمل ابديت شهر 44 داي اللي هو وركينج دايز، يعني شهرين تقريبا. بيقول لك ما ينفعش تعمل اكتر من كده. طبعا دي حاجه خاصه بيها الله اعلم، يعني قد نتفق مع بعضها وقد لا نتفق. انفاليد دايز بيقول لك ان في احيانا تواريخ بتبقى انفاليد يعني، تمام. احيانا بتلاقي في اكشوال بعد الداتا دي وحاجات من دي. بقول لك بعد كده الريسورسز برضه بيكلمك عليها. الميزد تاسكس احيانا بتبقى انت ناسي تاسكات ما تعملهاش علاقه، ديت اللي بنسميها الاوبن اند يعني. وفي كريتيكال باس تيست لازم تعمل اختبار اللي هو الكريتيكال باس، وكان هو عامل حاجه اسمها كريتيكال باس لينس اندكس، دي عامل لها معادله برضه هنا ممكن تبص عليها. وفي البيز لاين اكسكيوشن اندكس برضه عامل لها معادله. دي حاجات خاصه وما اعتقدش ان احنا نتعرض لها يعني. دلوقتي احنا هنخش على يعني فترة ما يطلبه المستمعون، بس انا اشوف لكم كده لو ناسي اي حاجة. احنا وكل قطيبة برضه احنا ممكن الساعة لسه 16 و11 دقيقة، فاحنا ممكن نخش. ايه رأيكم نوقف كده؟ وفي عندي كده بداية كان ممكن نخش عشان بحيث بكرة نشتغل في الدبليو بي اس على طول، بكرة يكون بداية العمل يعني، فاحنا ممكن ناخدها مع بعض يعني. ايه رأيكم شباب مصر؟ ممكن تفتحوا تقولوا لي رايكم في كده مقدمه كده بسيطه عن الايه الدبليو بي اس، ازاي يعني طرق الدبليو بي اس، كلام من ده مقدمه، وبكره نبدا في الدبليو بي اس الفعلي. ايه ماشي رايكم؟ كمل ماشي كمل. ناخد راي الباقيين. نجم انت طبعا في الحمام. ماشي يا باشمهندس، تمام عارف. كمل. يا نجم، يا نجم اطلع من الحمام.
نجم مش سامعك انت من ساعه ما رحت الفجيره وانت اختفيت هناك. سامعني؟ سامعك يا نجم. ايه طلعت من الحمام ولا الو. ايه؟ اه لا يا رجل بحكي لك المايك عندك فيه مشكله. انت مش فاير يا نجم عشان مايك. طب خلاص اسمعنا وخلاص. المهم انا هكمل الجزء الجاي عشان نبدا بكره في العمل يعني. طيب تمام هنبدا تمام. نكمل الجزء ده. محمود طبعا انت مش طايقني صح؟ عادي كده. ماشي يا حبيبي. طبعا الدبليو بي اس يا جماعه اول كلمه لازم نسمعها فيه ديليفرابل اورينتد. لازم تقسم الدبليو بي اس طبقا للطريقه اللي انت هتسلم بيها. يعني انا لو هسلم مثلا المشروع بتاعي 3 فيز او 4 فيز، فالفيز الاولى 10 عمارات والثانيه 10 عمارات والثالثه 5 عمارات، فانت هتسلم الفيز الاولى كامله، يبقى انت لازم تشتغل الفيز الاولى على بعضها لغايه ما تشطب. في واحد تاني يقول لك والله لا احنا هنسلم السب ستراكشر كله، فلازم تخلص السب ستراكشر الاول، دي تعتبر فيز، بعد كده السوبر ستراكشر. هنشوف مع بعض الحاجات دي. في اكتر من طريقه لتقسيم الدبليو بي اس. في حاجه اسمها الفيزيكال سبيس ابروتش، في حاجه اسمها الفيز ابروتش، في حاجه اسمها الاي بي سي ميثود. اللي يلزمنا من الليله دي كلها الاي بي سي ميثود. وانا عشان الوقت برضو حطيت لكم لينك ظريف هنا، الورك بريك داون ستراكشر بشرحه، وحطيت لكم برضو اللينك الستاندرد بتاع الايه بتاع البي ام اي بتاع الدبليو بي اس لو حد حابب يقرا. زي ما انتم شايفين اهوت، علمي وعملي، وبنجيب لكم من احنا جميع مش شايفين الجوانب. حاجة. لا اعمل شير بجد. لي اعمل شير لل خلاص حلو حلو اللي انت دخلت. اهم حاجه قوه شخصيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يخص عليك. طيب انت كده شوف عارفني. اجين. هنا الدبليو بي اس ديليفرابل اورينتد. زي ما قلنا انت هتسلم المشروع بتاعك ازاي. هتسلمه فيز فيز ولا هتسلم خرسانات الاول هيكل وبعد كده التشطيبات لوحدها، على حسب برضه النقطه ديت بناء عليها هتقسم الدبليو بي اس. طيب في اكتر من نوع لتقسيم الدبليو بي اس. الفيزيكال سبيس ابروتش، في حاجه اسمها الفيزيس ابروتش، في حاجه اسمها الاي بي سي ميثود اللي هي انجينيرنج بروكيومنت كونستراكشن، ودي اللي تخدمنا بصراحه يعني. برضه انا برضه حطيت لكم اللينك اهو بتاع الورك بريك داون ستراكشر ده، خالد عبعال بيشرحه بطريقه كويسه جدا في 4 فيديوهات صغيرين. وحطيت لكم لينك الستاندرد بتاع الدبليو بي اس بتاع البي ام اي اهو، جايبين لكم حاجات كتب ستاندرد علميه وحاجات عمليه برضه. هنشوف مع بعض بقى الاي بي سي ميثود بقى. الاي بي سي ميثود اللي هي انجينيرنج بروكيومنت كونستراكشن. تمام. دي اول حاجه معانا هنناقشها. وتاني حاجه ديسكاس ذا بروبوز دبليو بي اس وذ بروجكت تيم. ده اللي هنعمله بكره. وبعد كده هنشوف الديفرنت ميثودز تو انسيرت فاينل دبليو اس للبروموفيرا، ونبدا نخش بكره في الحاجات العمليه. لكن نشوف اول طريقه بقى، دي مهمه قوي. ايه الاي بي سي؟ انا النهارده لو عايز انفذ رافت، مبدئيا لازم يبقى عندي في الانجينيرنج الرافت شوب دروم. طيب في البروكيورمنت لازم يكون وصل عندي الستيل، وصل عندي الشطر اللي هو الخشب، وعندي الخرسانه الجاهزه اكون متعاقد عليها. طيب هنيجي واحده واحده. كونستراكشن اوف شطر، ده في مرحله الكونستراكشن هنفذ الشطر وبعد كده الستيل وبعد كده هصب الخرسانه. طب نخش على الانجينيرنج. انا النهارده عشان يبقى عندي الشوب دروينج جاهز لازم اعمل له سبمشن، يبقى لازم ترفع الشوب الدروينج سبمشن، وغالبا بيبقى ابروكسيمت 10 ايام اللي انت تقدمه في خلاله يعني، او ايا كان الستاندرد في شركتك. لكن الرافت شوب دروينج ابروفل بيكون ابروكسيمت 14 يوم، وغالبا بيكون منصوص عليها في العقد ان اي ابروفل من ناحيه الاستشاري بيكون 14 دايز، و14 دايز دي بتبقى 14 وركينج دايز، 14 وركينج دايز، يعني دي مهمه جدا. طيب خلصت والله الرسومات. الماتيريال بقى عندك الستيل والشطر، انت بتكون خلاص عملت الماتيريال سبمشن والناس وافقوا عليها وخلاص، جبت الماتيريال خدت عليها ابروفل والماتيريال بتجيلك برضه 10 ايام للماتيريال سبمشن و10 و14 يوم للابروفل. طيب الاوردر بليسمنت بياخد له 7 ايام اللي انت البي او بيبقى داخلي في الشركه. انت النهارده بعد ما بتاخد ابروفل على الماتيريال بتعمل بي او طلب شراء، بتوديه الاداره بعد ما الماتيريال العام ياشر عليه او يمضي عليه، بعد كده بتبعته للمصنع او تبعته للسبلاير اللي هيجيب لك الشطر. فدي البروسيس بتاخد لها 7 ايام يعني، يفضل ده لو شركتك يعني مش بعافيه وفيها ناس بتاخد قرارات. الفابريكيشن اند ديليفري النهارده الستيل والشطر، وطبعا الستيل والشطر غالبا بيبقى ستوك ما بيبقاش ليه تصنيع، بس وارد ان انت محتاج الاوردر يكون هو عنده طلبيه معينه بتجيله من مصنع الستيل، فلازم انت تبقى عامل الاوردر بدري بحيث ان هو يوصل لك في ميعاده. بتكون غالبا من 14 يوم ل 120 يوم على حسب الماتيريال اللي جايه ديت متاحه في السوق ولا هي لونج ليد ايتم. طيب حدش خد باله من حاجه النهارده ريدي ميكس كونكريت عشان يبقى عندي الخرسانه في الموقع. لازم انا النهارده الخرسانه دي هتجيبها لي محطه خرسانه. طب محطه الخرسانه ديت لازم انا اكون رافع الكواليفيكيشنز بتاعتها، سابقه الاعمال بتاعتها اشتغلت فين قبل كده، لازم اكون رافع
سابقه الاعمال بتاعتها، وبعد ما برفعها بتاخد لها 10 ايام. بعد كده بتاخد ابروفال من عند الكونسلتنت. طبعا انا بقدم بدائل، بقدم السب كونتراكت، بقدم البري كواليفيكيشن بتاعت الريدي ميكس كونكريت بلانت 1 و2 و3. هو بيحط لي ايه، بيوافق لي على 2 غالبا. واحد بيبقى هو البريورتي بتاعتي، هو ده اللي بشتغل معاه، والتاني بيكون هو البديل بتاعه في حاله اللي احنا مشينا. طيب بعد ما بتاخد البري كواليفيكيشن ابروفال خلاص ما عادش فيه بقى، بتجيلك الماتيريال على الموقع على طول، ماتيريال ديليفري على طول. فلازم تراجع الاعدادات، يبقى هنا ما فيش ماتيريال سبمشن وما فيش ماتيريال ابروفال. دي مهمه جدا يعني، لازم تاخد بالك من زي الراجل ما كان بيقول في الكونسيدريشن، خد بالك من العلاقات، ما تعمليش علاقات وخلاص، ما تبقاش حافظ يعني. طيب الكونستراكشن النهارده انت بتيجي تنفذ الشطر، بتحتاج فيه كاربنترز وهيلبرز. بتيجي تنفذ الستيل فيكسنج، بتحتاج ستيل فيترز اللي هم الحدادين والهيلبرز معاهم. كاستنج برضه بتحتاج فيها كونكريت ميسونز وكاربنترز وهيلبرز، واحيانا ممكن تحتاج الايه ستيل فيتر او ستيل ايه فيكسر. النقطه الثانيه بقى الاي بي سي ميثود، دي مهمه جدا اناقشها معاكم. عملت لكم فايل ظريف كده برضو بيوضح الاي بي سي ميثود، برضو عايز اشيره معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيره مع بعضينا. والله انا عامل مجهود هنا بقى. احنا اتفقنا شكل الدبليو بي اس بعمله ازاي بقى، ده اللي احنا بنتكلم فيه. ان عندك اول حاجه هتقسمه، دي كانت طريقه كويسه قوي شفتها عجبتني يعني. الكي ديتس اللي عندك ده مايلستون رئيسي، وعندك الموبيلايزيشن، وعندك الانجينيرنج، وعندك البروكيورمنت، وبعد البروكيورمنت عندك الكونستراكشن، وعندك البروجكت كلوز اوت. طب تعال نخش بعد كده ليفل 2 في الدبليو بي اس، او ليفل 3 على حسب انت معتبر البروجكت نيم ايه، بس انا بعتبره ليفل 0 يعني بروجكت نيم. عندك بقى تحت كي ديس سايت موبيلايزيشن والدليفري مايلستونز. الموبيلايزيشن هتخلص امتى، الدليفرابل هتوصل امتى، كلها اللي هو تسليم المشروع، تسليم فيز 1 فيز 2. لو عندك اكسس مايلستونز، اكسس مثلا لموقع، اكسس مثلا لفيز او لمرحله معينه في المشروع بتحطها المايلستونز. البروكيورمنت مايلستونز هتوصل امتى المايلستونز نفسها. طبعا الدليفرابل هنا يقصد بيها تسليماتك انت، تسليم المشروع، تسليم فيز 1 فيز 2. عندنا الكومبليشن مايلستونز برضه بنحطها هنا بقى، دي كلها كي ديتس. فده دبليو اس كويس وبيعمل لك كنترول كويس على المشروع. الموبيلايزيشنز انت بتقسمها 3 حاجات: سايت سيت اب وركس، الانيشال ديفلوبر اللي هي بتخلص بقى الانيشال ديفلوبر بتاعتك اللي هي البورتا كابن والحاجات دي كلها، وبجهز الموقع عشان الناس تيجي تقعد معاك في الموقع. الستيك هولدرز ابروفرز والان او سي، دي برضه من ضمن الموبيلايزيشن. الان او سي اللي هو ايه، نون اوبليجيشن ريبورت، او نون اوبليجيشن سيرتيفيكيت. تمام، اللي هي شهاده عدم الممانعه. شهاده عدم الممانعه ايه؟ هي نو اوبجكشن نو اوبجكشن سيرتيفيكيت. المهم والله نجمه تطلع من الحمام او هات لك مايك تاني. المهم ستيك هولدرز ابروفال. الانجينيرنج بقى طبعا احنا عندنا بنرفع الشوب دروينج سبميتال، الشوب دروينج ابروفال. طبعا لو انا عندي 5 مباني اسمي هنا ايه، المين بيلدينج، هنا اليوتيليتي بيلدينج، هنا الجارج. بقى بقسمهم بحيث ان انا اكون عامل كنترول على عامل كنترول على الشوب دروينج عندي او على المباني. ممكن اقسمها بالمباني بقى، تحت الشوب دروينج في مباني، ممكن تحت المباني اقسمها بالفلور، فلور 1 فلور 2 فلور 3. طبعا النظام ده بيريحك ان انت تبقى بسهوله جدا توصل للايتم اللي انت عايزه يعني. كل ما الدبليو بس بيزيد معاك كده بيبقى، بس ما يزيدش زياده عن اللزوم. احنا بنوصل لحاجه اسمها ليفل الورك باكج. الورك باكج دي اللي هي حزمه اعمال على بعضها، اللي هي الايرث وورك على بعضها، السب ستراكشر كونكريت على بعضها، فدي بتبقى حزمه اعمال مرتبطه ببعضها. طيب بعد كده البروكيورمنت، احنا اتفقنا ان في خطوه استباقيه بيكون اسمها بري كواليفيكيشنز. بنقدم البري كواليفيكيشن بتاعت الراجل ده، بعد كده بناخد عليها ابروفال من الكونسلتنت والستيك هولدر. ولو عندك مثلا اعمال ام بي بتقسمها لوحدها، مثلا ام بي وركس، سيفل وركس، او فينشز وركس، ممكن تقسم اكتر من تقسيمه تحتها يعني. دي دبليو اس بقى طبعا بنتحكم فيها. عندي الماتيريالز سبميترز اللي بيتكلم مين؟ عم يصوني كده كلام حرام بيجي بيصحيني بالليل. اللي بيسيب الدين يا اولاد، ده في مصر ده. المهم ماتيريال سبميتال، ماتيريال ابروفال، بعد كده بنعمل اوردر بليسمنت اللي هو البي او، بعد كده بنعمل فابريكيشن اند ديليفري. ومش كل الحاجات ليها بري كواليفيكيشن، في حاجات ماتيريال انت بتقدمها على طول. مش كل الحاجات برضو ليها ماتيريال سبميتال وابروفال. في ماتيريال ديليفري على طول زي الخرسانه اللي بتيجي من البتاع بتبقى ديليفري، وانا باخد عينه في الموقع اللي هو صب المكعبات. فده ذكاء يكون مطلوب يعني، ولا بد منه يعني. كونستراكشن بقى بنبدا نقسمه بقى. الورك اريا انا بشتغل مثلا في المين بيلدينج، هبدا اقسم تحت المين بيلدينج مثلا ايرث وورك، ابدا اقسم
السبستراكشر، السوبر ستراكشر، الفينيشز. بعد كده هنشوف مع بعض الحاجات دي ان شاء الله واحنا بنعمل الدبليو اس بتاعنا بكره، وهنناقشه ازاي مع مدير المشروع مع البروجكت تيم، وازاي نبقى خلاص متفقين عليه عشان نبدا بعد كده المرحله اللي بعدها. كلوز اوت، عندي اول مرحله في كلوز اوت بعمل تيستنج وكوميشن من الشغل ده، اتاكد ان الشغل تمام وامورنا 100 100. بعمل ستيك هولدرز ابروفال، لازم الناس تيجي توافق لي عليه، اللي هو المالك والاستشاري والناس دي كلها تيجي يوافقوا لي على البرودكت اللي انا طلعته او الديليفرابل اللي انا خلصته. بعد كده ببدا اقدم الاسبيلت دوكيومنتيشن، وبرده عندنا خطوه الاوبريشنز والمانوالز والتريننج ممكن نعمل لها انكلود برده. طبعا انت بس حاجه دايناميك، انت برضو اللي بتقسمه ملوش حاجه تقسيمه ثابته، بس انا بقول لكم يعني بيست براكتس في التقسيم. هنا برضو السناجنج والهاندنج اوفر دي بتكون اخر مرحله بقى، باب المفصله بتاعته اتخلعت، حته بينت مش مظبوطه، بلاطه اتكسرت، لغايه ما تسلم للايه للكونسلتنت او للمالك المشروع بتاعك. وبكده اكون انا خلصت النهارده محاضره النهارده. انا هنفتح ديسكشن بس انا عايز اقفل الريكورد يعني عشان ما تبقاش المحاضره اطول من اللازم، وبعدين ربيع برضه صدعني، فهقفل الريكورد وبعدين نبدا النيجوشيشن يعني. انا دلوقتي